في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمحوا لي بس أرحب بضيوفي وضيوفكم الليلة، عبد الكريم الحمد، فلاح القحطاني، بندر الدبيخي، ومحمد الذايدي مع حفظ الألقاب. اليوم بدأت عجلة الدوري تعود مرة ثانية، والهلال استطاع تحقيق 3 نقاط بهدفي إيجالو، اللي أعتقد أنه حتى أنه أصبح دخل في المنافسة على الهدافين. بندر، كيف حالك؟ الله يسلمك. كيف شفت مباراة الليلة؟ أول شيء مسي عليك وأصبح عليك وعلى السادة المشاهدين والمشاهدات وعلى الزملاء الأكارم. وإن شاء الله الليلة نقدم حلقة إن شاء الله جدا ثرية. بالنسبة لمباراة الهلال والخليج، شيء طبيعي أن الهلال يعني أو يرشح لهذا الفوز في هذا اللقاء. أن تعرف الخليج أحد المهددين للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. الهلال طبعا أحد المنافسين على بطولة الدوري هذا الموسم. حقيقة كان هناك أخطاء تحكيمية فادحة. لأول مرة في تاريخي وفي تاريخ إني أشاهد هذه اللعبة، لعبة كرة القدم، وشاهد ضربة جزاء من الخيال بكل أمانة. يعني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة يطلب الحكم، شوف الفار، يطلب الحكم في لقطة، يعني أنا استغربت في ضرب، في شيء يعني ما شفناه. لكن ضربة الجزاء هذه يعني شيء من الخيال. لم أشاهد في حياتي ضربة جزاء بهذا السيناريو حقيقة بكل أمانة. ضربة جزاء في ملاحظة ثانية غير ضربة الجزاء، أيضا في طرد للهلال الدقيقة 16 محمد كنو. الشوط الأول كان وحصل عليها على البطاقة الصفراء، والقانون يستوجب طرد اللاعب البطاقة الحمراء، ومع ذلك كان ضرب متعمد وتهور. كأنه أخذ كرت أصفر. الحالة تستوجب كرت أحمر. ومع ذلك أيضا الأغرب في هذا اللقاء هي ضربة الجزاء الهلالية. حتى اللاعب الأجنبي المهاجم الهلال موسى يعني ما كان يطالب بضربة جزاء. يعني شفنا اللقطة كيف عادها يعني المخرج. اللاعب ما طالب بلقطة جزاء، هو ذهب للحارس بس، ولا طالب أي لقطة جزاء. حتى أنا استغربت إن كيف الفار يستدعي حكم الساحة. حكم الساحة عندما ذهب إلى الفار، أنا يعني جاء في بالي إن هناك ضرب أو هناك شيء آخر في المباراة، أو حاجة نزلت في المباراة، حيوان دخل في المباراة أو كذا واستدعاه الفار. يعني في حاجة غريبة. لكن ضربة الجزاء هذه خيالية بكل أمانة. عشان ندخل في شو اسمه، يعني نحسم في الأمر، الكلام اللي أنت قلته قبل شوي. معنا على الهاتف المحلل التحكيمي لقناة 24 الكابتن سعد الكثيري. مساك الله بالخير أخوي سعد. هلا، صباح الخير أبو عبد العزيز. صباح الخير، حياك الله. الزملاء الموجودين عندك وعلى مشاهدي الحصاد الرياضي. أول مرة أستضيفك أنا معي وأنا مقدم للبرنامج. أنا بعادة ما شاء الله والله يا مبدع يا أبو عبد العزيز، أنا تابعك والله مبدع ما شاء الله. الله يعزك، هذا من ذوقك طال عمرك. بندر الدبيخي يقول أن هناك ضربة جزاء من وحي الخيال وبطاقة حمراء مستحقة لم تعطى لكنو. قلت له الفصل في هذا الموضوع الكابتن سعد الكثيري. أبو عبد العزيز الكابتن بندر بعض الأحيان هو يشوف حالات ما نشوفها لنا، لكن معذور أبو عبد العزيز. بعد أبو عبد العزيز تفضل. طبعا مباراة اليوم الهلال والخليج من المباريات السهلة تحكيميا. يعني تمنيت لو كان حكم سعودي حتى لو درجة أولى يقدر يعني يدير المباراة هذه. يعني ما هي لا فيها ضغوط ولا في فرق يعني بين الفريقين، ولكن طالما أن الهلال طلب حكم أجنبي يحترم وجهة نظر النادي الهلال. ندخل في المباراة. الحكم اليوم اللي هو البرتغالي جواو، وطاقم كامل كلها من البرتغال. نروح للدقيقة 16، انذار لاعب الهلال محمد كنو، كان انذار صحيح، دخول على لاعب الخليج بتهور، وكان الحكم في اللقطة بين انه يعني لا نسمح بالمخاشنات من بداية المباراة.
نروح للدقيقة 26 سقوط مهاجم الهلال محمد البريك داخل منطقة جزاء الخليج بعد اشتراك طبيعي مع لاعب الخليج واستمرار اللعب، قرار صحيح من الحكم لا توجد ركلة جزاء. نروح للهدف الهلال دقيقة 39 هدف صحيح. الدقيقة 45 زائد 2 بدل وقت ضايع احتسب الحكم ركلة جزاء. طبعا نعطيك الحالة بالتفصيل. لاعب الهلال سدد على مرمى الخليج، لاعب مدافع الخليج دخل بمهاجمة بتهور على قدم لاعب الهلال. مو معنى ان اللاعب الهلال يعني نهض ولا طالب بركلة جزاء، هذا ما تدخل من ضمن ان يحسب او ما يحسب. اللعبة فيها مهاجمة من مدافع الخليج على قدم لاعب الهلال، لاعب الخليج لم ينجح في لعب الكرة، هذه من المهاجمة اللي تصل لأعلى درجات التهور. يعني الحكم منح بطاقة صفراء، لو كان منح بطاقة برضو حمراء في الحالة هذه أنا أمشي مع قرار الحكم، لأن في مهاجمة بيتهور على قدم لاعب الهلال وركلة الجزاء قرار صحيح من الحكم، من حكم الفيديو. أنا تمنيت أن الحكم في لعبة مثل هذه أن يتخذها حكم الساحة وليس حكم الفيديو هو اللي يطلبه ويخليه يشاهد الحالة ويحتسب الركلة. انذار لاعب الخليج بعد الدخول أنتوني للمهاجم التهور قرار صحيح. دقيقة 79 انذار لاعب الخليج خالد السميري برضو للمهاجمة قرار صحيح. لا توجد حالات كثيرة في المباراة اليوم. الحكم يعني كانت مباراة سهلة تحكيميا بالنسبة لحكم المباراة. لا توجد على الحكم ملاحظة إلا أنه احتسب ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو. يعني الحالة كانت واضحة، كان ممكن هو يحتسبها مباشرة. أبو عبد العزيز أي واحد لاعب كرة قدم أو يشوف اللعبة بالإعادة يشوف وين قدم مهاجم الكرة أول شيء ما زالت داخل الملعب. لو الحالة هذه إن المدافع دخل على قدم اللاعب بعد خروج الكرة ينذر اللاعب أو يطرد وتستأنف اللعب على حسب اللي خروج، هي ركلة مرمى يا ركلة ركنية. ولا تحسب ضربة جزاء سعد صح؟ لو كانت الكرة خارجة قبل يصير يقع الاحتكاك هذه القرار، لكن الكرة ما زالت في اللعب والمدافع دخل بتهور، يعني مهاجمة بتهور على قدم مهاجم الهلال. إن شاء الله يكون الأستاذ بندر يشوف الحالة ثاني مرة ويقتنع في التحليل. في بس أبو عبد العزيز أنا في المباراة كان الكابتن بندر موجود في المباراة اللي كانت النصر وأبها الركلة الجزاء اللي كان طالب بها أبها. أنا أول محلل يعني الحمد لله طلعنا في قناة 24 وقلت لا توجد ركلة جزاء اللي أبها، واحتكاك كان طبيعي بين المهاجم والمدافع، وقلت يوجد هناك ركلة جزاء الاتحاد ضد الفتى غير صحيحة، لا توجد يعني المخالف اللي يستوجب حساب ركلة جزاء. الحمد لله اللي هي دار التحكيم طلعت بعدي ب4 أيام ونفس الكلام اللي قلته أعادوه. حتى لو دار التحكيم ما قالوا انها ركلة جزاء صحيحة ولا بها ركلة جزاء صحيحة، أنا الحمد لله بديت في الحالات وأعطيت القرار الصحيح اللي إن شاء الله نكون نجتهد إنه يكون وفقا لقانون كرة لعبة القدم. سعد دائما متميز زي تميز باقي الضيوف الموجودين في 24 دائما تسخر بالمتميزين. أشكرك أنا على هذه المداخلة الرائعة المميزة. أخوي بندر قبل تختم لي بس تكفى. عبد العزيز اليوم احنا عندنا ساعتين ووقت المرة ضيق ومحاضرنا كثير. أنا لما أتكلم لك في حالة جدلية سعد يقول لك مو جدلية واضحة وضوح رأيه ويحترم، لكن أنا أشوفه إن ضربة جزاء من وحي الخيال بكل أمانة. أيضا لو كانت موجودة لقطة كأنه دقيقة 16 كان ضرب متعمد، كان ضرب على بطن الرجل وكان تستوجب كرت أحمر. احنا نشوف حالات. شوف أبو عبد العزيز الآن لما أنت قارن حالات بحالات، لا وأحسبها بالإجمال. لما نأتي الآن في الدوري السعودي دوري روشن نشوف الأندية المستفيدة من ضربات الجزاء من الأكثر. أنا أعطيها الاتحاد الهلال هم أكثر ناديين مستفيدين من ضربة الجزاء. لما نشوف ضرب يعني النصر ما استفاد ولا من ضربة الجزاء؟ لا أنا ما استفاد من أخطاء تحكيمية قبل كذا. النصر والله ما استفاد. النصر بالعكس ظلم النصر من الوريد إلى الوريد من التحكيم، أخطاء تحكيمية فاتحة مع الأسف. ومع ذلك لا نشاهد. شوف اليوم استغربت أنا حالة غريبة جدا.
اليوم شاهدنا الحكم قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، حكم الفار يستدعي حكم الساحة. يعني غريبة، في لقطات أنا أشوفها في مباراة النصر يا أخي حكم الفار ما يستدعي حكم الساحة، وكثير شاهدناها، حتى العام الماضي شاهدناها، حتى الدوري هذا الموسم شاهدناها، في لقطات ما يستدعي. ليش؟ في بعض المباريات يستدعى حكم الفار، يعني حكم الفار يشوف في بعض اللقطات وبعض اللقطات ما يشوفها. طيب ليش بعض الحالات الجدلية؟ لا معلش عشان ما يحسب كلام علي. انا قلت طبعا انه الحكم رجل الفار، انا فهمت من كلامك انه في حالات ما شافها الحكم، الفار يشوفها طبيعي. شوف هذا دوره، ما في حالات تحكيميه على هالكلام. هذا امر، حالات تحكيميه، هذا امر طبيعي. كلام على غير سنه. شلون على غير سنه؟ ما في حالات ضربة جزاء من الخيال اي غير على سنه يا طيب اوكي، ممكن نتكلم عن براءة ضربة جزاء. طيب شوف انا هذا رايي، هذا رايي يا اخي، هذا رايي. هذا رايي. لما اتكلم برايي يجيك الدور تتكلم برايك، انا اتكلم برايي. ليش لما قلت ضربات الجزاء ما نستفيد منها؟ اتكلم من وحي الخيال. وش وحي الخيال؟ تشوف حاجات من اكثر نادي مستفيد من ضربات الجزاء؟ انا بسالك من اكثر نادي، من اكثر نادي مستفيد من ضربات الجزاء؟ الهلال. اسمعني اكثر نادي مستفيد وعبر احصائيه رسميه اكثر نادي مستفيد الهلال والاتحاد من ضربات الجزاء. هذا لا اقول انا دقيقة لو سمحت، ختم لي بس اسمعني، هذا لا اتكلم فيه إن هناك يعني شوف انا اجمال حديثي اتمنى لا يوجد اخطاء تحكيميه في دورينا، يعني تظهر ما يصير، لازم يصير اخطاء بندر. حتى لقطه مدافع الخليج ما اظهر، يعني الناقل ما أظهر لنا بعض اللقطات اللي تكون أحيانا نشوفها، وخاصة في مباريات النصر يجيب بعض اللقطات يقول لك شوف هذه اللقطة، لكن في بعض المباريات ما نشاهد بعض أتكلم عن اللقطات التحكيمية التي فيها جدل. لما أتكلم أنا عن ضربة جزاء يا أخي بعض الهلاليين ينثارون، ما أدري ليش لما نقول الحقيقة ينثارون. طيب محمد مساء عليك. مساء النور أو صباح الخير. الحين صرنا صباح الخير. كيف شفت المباراة؟ مشاهدي أمسي عليك وعلى الزملاء وعلى السادة المشاهدين والمشاهدات. مباراة عيدية صراحة، يعني واضح من يعني طريقة الهلال، لعب الهلال، أسلوب الهلال، واضح إنه بيلعب المباريات القادمة بأقل مجهود في المباريات، ما حيضغط نفسه. شفنا تغييرات الهلال بالثلاث لاعبين باللاعبين مع بعض، بيصير في تدوير في المباريات داخل المباراة، وبيصير في تدوير من خلال المباريات القادمة. واضح ان الهلال بيلعب يعني ما حيضغط نفسه. اذا كان الجدول ضغطته، اذا جدول المسابقات ضغطت نادي الهلال من الداخل بيحاول بقدر ما يستطيع انه يسوي تدوير بين لاعبينه بحيث انه ما ينضغطون اللاعبين. يعني لاعب يلعب مثلا مباراة مثلا شوط او نص او زي كذا، المباراة القادمة يدخل لاعب ما اخر مكانه يلعب مباراة ثانية. المباراة النتيجة صارت يعني جيدة مريحة، المدرب حيغير فيها. واضح اسلوب الهلال اللي بيلعب فيه. كيف شفت اليوم دياز؟ شوف اول شيء نقول الحمد لله على السلام المدرب الكبير صراحة دياز، وبعد يعني احنا كنا نعرف الموقف العصيب الاسري اللي صار له، والجميع اعتقد انه يعني الكثير يعني تعاطفوا مع الكابتن دياز. اليوم وجوده على الدكة اسعد كثير من محبينه انه راجع والحمد لله بنفسيه كويسه، يعني بعيد عن الكلام اللي قاله ما حيرجع الا بعد ما ادري كم شهر ما ادري ايش. طلع كلام قبل فتره انه ممكن يصير كذا، حيجلس ينتظر المحاكمه ومش عارف ايه زي. فلا جاء المدرب، جاء يعني جت الفيفا دي صراحه رب ضابط جت منافسه نعم، انه 10 ايام قدر يخلص اشغاله ورجع زمام الامور، لان الوقت هذا وقت حساس، وقت حسم بطولات، يعني هو المنعطف الاخير في الدوري. أنا دائما أكرر وأقول نفس الكلام، الفريق اللي بيستطيع يحافظ على رتمه وعلى ارتفاع مستواه خلال المباريات القادمة بحيث أنه ما يتأثر سواء بضغوط أو يتعثر مباريات، هو الفريق اللي يعني ممكن يحقق الدوري، يحافظ على مستواه على رتمه. يعني لما أحد الفرق اللي يتصارعون على المقدمة إذا جاه دروب، هذا مو بوقته، تنزل دروب مباراتين مو بوقته. الفريق الآن يجب أن يكون بكامل قوته المباريات القادمة كلها يلعبها كؤوس. طيب الخليج كيف شفته؟ ما في فرق، يعني شوف الهلال لو مثلا استطاع أن يجتاز كل المباريات حيكون فرق بينه وبين النصر 4 وبينه وبين الاتحاد 5 إيه، فقريب وحيلعب مع النصر وحيلعب مع الاتحاد. فبالتالي يعني إذا الهلال بيستطيع يحافظ على هذا الرتم، مع أني أشك أنا في الموضوع ده،
لأن المباريات إني ألعب كل يومين مباراة أو كل 3 أيام مباراة، ألعب 6 مباريات في 17 يوم، يعني مرهقة. ترى دائما احنا نقول 6 مباريات في 17 يوم، لكن ناسين مباراة الاتحاد أيضا، وناسين مباراة أوراوا في الرياض. ما هي 8 مباريات حيلعبها الهلال يعني مدة قصيرة، يمكن 8 مباريات يلعبها بأقل من شهر، يمكن أو شهر تقريبا، أو أقل يمكن من شهر. زين، فتلعب 8 مباريات في شهر، ترى يعني الحد الأعلى للفرق انهم يلعبون بالشهر 5 مباريات، 4 5 بالكثير. طيب نرجع يلعب الهلال فلذلك عشان كذا أقول لك أنا الهلال واضح من مباراة اليوم لما نزل الملعب، نازل الهلال يلعب برتم مش عالي، يلعب برتم متوسط، بنفس الوقت يحاول يكسب المباراة بأقل مجهود. احنا شفنا الشوط الثاني يمكن آخر 20 دقيقة تقريبا الكرة كلها تدوير بين لاعبين الهلال، يعني ما كان فيها يعني حماس في اللعب، لا كان اللعب كله تدوير بين هذه. طيب الناحية الثانية بتكلم عنها بس بنص دقيقة الخليج. شوف الخليج كل الفرق بتكون صعبة، مو بالخليج. لا الآن أنا أبغى الخليج. كل الفرق الفترة القادمة كل الفرق مباريات صعبة. الخليج اليوم ترى ما كان سهل، يعني كان مباراة يعني قدم مباراة وحاول، لكن الصدم من اللي قدام الهلال مو أي فريق، اللي قدام الخليج الهلال. والفرق الكبيرة الاتحاد النصر الشباب كلها لما تجي عند الهلال تصطدم في الهلال، ما في أحد ما يصطدم في الهلال. الخليج حاول لكن قدروا انه يلعب قدام الهلال، لكن جميع الفرق اللي بالمستوى هذا كلها مباريات صعبة ومصيرية. طيب بس آخر نقطة خالد، لا آخر نقطة خالد، بس آخر نقطة بتكلم فيها. لحظة لا عن المباراة. إيه آخر نقطة بتكلم فيها. أنا حبيت إني أختم فيها، زين، ما أبدأ فيها على أساس الواحد يقول فكرته، لأني عارف إن بيجون لك ناس من برشا. يعني أنا قبل شوي أسمع يقول أغرب ضربة جزاء بالخيال. خذ رأيك. زين، طبعا أنت عارف ما قلت شيء، رأيه كويس. زين، أغرب ضربة جزاء في الخيال وبقي دقيقة. طيب في مباريات قبل ما يصفر الحكم يوقف خلاص وبيصفر في لقطة جدية ينتظرها، هيقولوا له تراجعه ولا تصفر شوطك الأول. هذه حتى في الدوري الأوروبي صايرة، وإنه باقي دقيقة ليش يناديه. لاحظ، وأغرب ضربة جزاء في الخيال، مع إنها اللي يفهم كورة واضحة، اللاعب دخل بتهور، الكورة راحت ودخل على مفصل اللاعب، واضح انه بلنتي. لكن هل يقول اغرب ضربة جزاء في الخيال؟ وش ضربة الجزاء اللي خارج ال 18؟ هذه مو في الخيال، هذه في الاحلام. طيب زين، هذه ما لفتت نظره، ضربة جزاء خارج منطقة ال 18 لأول مرة في العالم، أكثر من دقيقة عن دخول بتهور. يعني شوف الواحد لا بغى يصير يعني كذا يناقر ويدافع على شيء زين، مو على كل شيء. طيب تسمح لي بس تفضل. خلينا نشوف جدول الدوري الآن بعد فوز الهلال اليوم. طبعا المباريات لسه اللي اليوم لعب فقط الهلال لأنه عنده مباراتين مؤجلات، باقي له مباراة واحدة مؤجلة مع الفيحة اللي هي المباراة القادمة حتكون مع الفيحة، بعد كذا حيلعب مع الشباب. الآن هو أصبح 42 نقطة، إذا فاز في المؤجلة أمام الفيحة فقد يكون بينه وبين المتصدر 5 نقاط و4 نقاط مع الوصيف. الخليج أصبح الآن في دوامة الهبوط بشكل أكبر من ذي قبل. الآن عنده 21 يعني كان عنده مباراة واحدة مؤجلة كانت ممكن تعطيه طوق نجاة، ممكن يتقدم، لكن خسارته اليوم أصبح هو داخل دائرة بشكل كبير جدا. العدالة بكرة بعد بكرة أمام النصر برضو محتاج جدا النقاط، كما هو النصر أيضا محتاج النقاط بشكل كبير. العدالة 17 نقطة. كيف شفت فلاح الخليج؟ هل فعلا زي ما قال محمد أنه الخليج قدم مستوى، مع أنه اللي واضح من الأرقام تمام واللي شاف المباراة يجد أنه في جاب كبير بين الفريقين، أن الخليج ما زال إلى مدربه لم يعني مدرب بعد التوقف كنا أشدنا فيه في 3-4 مباريات أعتقد بعد استقطابات بدرو. لا بعد الشتوية، بعد استقطابات الشتوية قدم مستوى مباراتين أو 3 أو 4 مباريات إذا ماني غلطان مستويات ممتازة، بل حقق نتائج مميزة. توقعنا أنه حيعود إلى أو حيدخل منطقة الدفع، لكن نشوف الآن كذا مباراة وهو ما زال إلى الآن في المشكلة. فلاح شوف أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أصب عليك أبو عبد العزيز والزملاء الكرام والسادة المشاهدين والمشاهدات. خليني قبل ما أبدأ بالحديث نقدم حر التعازي للصديق الكابتن سعيد القحطاني لاعب نادي النصر السابق في وفاة والده الله يرحمه. الله يغفر له ويسكنه جناته. وإحنا بسمنا برضه نتقدم بالأعزاء له الله يغفر له ويرحمه ويجعله فردوس على الجنة والدينا ووالديكم جميع المسلمين. آمين.
الأمر الثاني، شوف بالنسبة للمباراة اليوم الهلال والخليج، أنا بالنسبة لي النتيجة طبيعية، يعني فارق الإمكانيات، يعني أضف إلى ذلك إلى رغبة الهلال الكبيرة يعني في اقتحام المنافسة، الراحة اللي تحصل عليها كل الأندية الفترة الماضية بما فيها الهلال، أعطت الهلال يعني باور أكثر، إضافة إلى قناعتي الشخصية بأن رغم أن الكثير يقول أن الهلال حيكون مضغوط خلال الفترة هذه اللي هي فترة شهر رمضان وبعد العيد، لكن أنا أراها بالعكس، من جانب آخر أراها جانب إيجابي كبير جدا للهلال، تجهيزه للنهائي الآسيوي أمام أوراوا، لأن يجد الهلال فرصة أفضل من هذه الفرصة، فأمر طبيعي أنه يعني يحدث، أو أمر طبيعي أنه يعني يستعد خلال الفترة الجاية. يعني الهلال حيلعب مهما كانت اللاعبين المتواجدين أو الغيابات، يمكن ما في غياب مؤثر بما تعني الكلمة، سواء الكابتن ياسر الشهراني اللي نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء، بقية اللاعبين الهلال مكتمل، يعني حتى لو غاب منه لاعب أو لاعبين عنده يعني بدلاء وعنده، فأعتقد فوز الهلال اليوم وربما فوزه في المباراة القادمة، وحتى راح تعطي مباراة الفيحة، راح تعطي الدوري. ممكن يفوز على الفيحة الهلال أكيد طبيعي أنه بيكون مرشح للفوز. لا مو طبيعي. لا أنا أشوف حتى لو كان الفيحة له مواقف يعني كبيرة مع الهلال، لكن أنا أشوف أن الهلال ما راح يفرط في هذه الفرصة، خصوصا أن الآن أصبح قريب جدا من المنافسة. والفيحة نفس الشيء ما راح يفرط بالفرصة. مهما كان أنا وجهة نظري الشخصية الهلال راح يفوز، سواء كان هو الأفضل أو مش الأفضل، أنا أقول الهلال بيفوز. الشيء الثاني، مباراة الهلال اللي بعدها أعتقد بتكون أمام الشباب. صحيح. هنا راح تكون مباراة صراحة صعبة جدا، لا من الناحية النفسية ولا حتى من الناحية الفنية. من الناحية النفسية لأنها راح تكون بين التنافسية بتكون بين الثالث والرابع. نفسية راح تكون بين مثل ما قال الأستاذ خالد البلطان، الأصل والفرع، أو الأب وابنه. فهل يقسو الأب أو هل يقسو الابن على والده في هذا الشهر الفضيل، أم يكون للأب كلمة ويعني رد اعتبار للهزائم المتكررة اللي استمرت تقريبا من 2015؟ يعني إذا ما خانت الذاكرة آخر فوز شبابي كان يمكن 2015 أو 16. فاعتقد المباراة القادمة اللي مش مباراة الفيحة، مباراة الشباب والهلال، راح تكون مباراة يعني فيها أجواء يعني تنافسية، وفيها أجواء عاطفية، وفيها أجواء فنية، وراح تشعل الدوري بشكل كبير. أيا كانت النتيجة أنا أعتقد أنها راح تشعل الدوري. الجميل في الموضوع إن أي فوز أي فريق سواء الهلال أو الشباب أو حتى تعادلهم راح يخلي الصراع مشتعل إلى آخر يمكن جولة أو جولتين عشان يحسم الدوري. يعني لا فوز الشباب، اسمح لي بس، فوز الشباب لا فوز الشباب والهلال، يعني إذا فاز الشباب على الهلال بيعطيه نفس ميزة الهلال. أنا أقول لأنه لسه حيلعب مع النصر ولسه حيلعب مع الاتحاد. أنا أقول لك أنا شوف فإنه هزمت الهلال وبصير باقيك النصر والاتحاد، بيصير بينك وبينهم 6 نقاط. شوف الفارق الوحيد اللي ممكن يعني يبتعد عن المنافسة لو خسر الشباب. لو خسر الشباب أنا أقول لك حتى بالتعادل يبعد. التعادل لحد ما يظل في فرق. لا يعني ترى ما في فرق كبير، يعني تتكلم عن فرق 5 إلى 6 نقاط. الآن الهلال عنده 4 نقاط مع الوصيف، 5 مع المتصدر، على أساس إنه بيفوز مباراة الفيحاء. فهذا الشيء راح يشعل الدوري. أول شيء راح يكون الديربي يوم 27 رمضان، إذا طبعا أقيم في وقت أنا ما أدري هل حيتغير أو لا، لكن حيكون ديربي مشتعل. لذلك أنا قناعتي الشخصية بالنسبة، شوف الاتحاد أنا بالنسبة لي هو المرشح الأول للدوري حاليا، زين، لكن النصر والهلال تحديدا إذا تمكنوا وتوفقوا من تحقيق النقاط كاملة اللي موجودة في شهر رمضان قبل الديربي، أعتقد اللي حيحصل عليه حتى وإذا جاءت مباراة الديربي الفائز فيها على أساس أنهم فازوا كلهم في المباريات السابقة راح يكون هو المنافس الاتحاد. مباراة الديربي راح توضح الصورة مين اللي حينافس الاتحاد، هل هو النصر هل هو الهلال. عموما أنا أشوف الدوري هذا الموسم بكل أمانة، يعني أنا كنت دائما أقول عندي قناعة أن الدوري الاستثنائي اللي هو كان أول دوري باسم سمو الأمير محمد بن سلمان، الدوري الأعظم في تاريخ الكرة السعودية، عندي قناعة أن هذا أعظم دوري في تاريخ الكرة السعودية. الآن دوري روشن هذا الموسم أنا أعتقد بالمنافسة الحالية ربما يتفوق على الدوري السابق. أتكلم فنيا، أول مرة يمكن من سنوات طويلة نشوف 4 فرق تقريبا تصل إلى الجولة أو خلينا نقول الثلث الأخير من الدوري وهم ما زالوا في المنافسة. غالبا لما يجي الثلث الأخير يكون المنافسة بين فريقين فقط. فأتمنى التوفيق حق الفريق. بس عندي تعليق أو تعقيب على زميلي بندر،
لما يستغرب، يعني أنا صراحة استغرب من أبو عبد العزيز هذا الطرح. بالعكس يا أخي، أنا الأمر الطبيعي إني أشوف الهلال يحصل في كل مباراة على ضربة جزاء، لأن الهلال، أنا قناعتي الشخصية، الهلال وأخطاء التحكيم، عشان يعرف البعض أن أقصد يعني توأمان لا يفترقان. بالعكس، ارجع للمباريات اللي 19 مباراة السابقة، الغريب انك تلقى مباراة ما فيها بلنتي. نفس الشيء الاتحاد الموسمين الأخير أصبح ينافس الهلال في ضربات الجزاء. هذا الموسم الأول تقريبا الاتحاد في ضربات الجزاء، يليه الهلال، أعتقد اليوم تعادلوا في الرقم، ثم الشباب، بينما النصر المنافس لهم الآخر يمكن ما تتجاوز أعتقد 3 ضربات جزاء إلى 4 تقريبا. على مدى تاريخ دوري المحترفين الهلال هو أكثر فريق حصولا على ضربات الجزاء. فأستغرب من أبو عبد العزيز أنه يستغرب. لا بالعكس، أنا بالنسبة لي لما تمر مباراة للهلال ما فيها ضربة جزاء أقول فيه شيء غريب صراحة. أنا بالنسبة لي أشوف ما عدد، مع احترام رأيك أنه مهما كان عدد ضربات الجزاء، لكن الأهم هل هي صحيحة ولا لا. هذه هنا النقاش. شوف أبو عبد العزيز، بس معلش ثواني أخيرة، لو ترجع لإحصائية دائرة الحكام هذا الموسم، الفريق الوحيد الذي باعتراف الدائرة نفسها لم يحصل على نقطة واحدة بأخطاء تحكيمية وفريق النصر إلى هذه اللحظة. هذا كلام الدائرة التحكيم، ما هو صحيح. وإذا قالوا منطقيين انتقاد مباريات أبها 3 بلنتيات، 3 بلنتيات لعبها ما ذكروها. تسمح لي بس، والعالم كله تقول بلنتيات. صلعوا عندهم. يمكنك شايف المباراة الثانية. لا ما نديك أشوف والله يمكنك شايف المباراة الثانية. تسمح لي بس. لا يطول على النصر يا جماعة، يطول على النصر. شوف الرجال هذا قاعد يطول على النصر. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لا يا شباب، خطأ. دائرة التحكيم يحترم أكثر لاعبين ما تذكر دائرة التحكيم قدامه بندر أكثر لاعبين. لا تشتت المشاهدين. طيب اسمح لي بس يا شباب، بدون محترفين النصر. لا محمد، أكثر الفرق كلامك غير حصول صحيح، على ضربات الجزاء في المحترفين. كلامك غير صحيح، كلامك إنشائي وغير صحيح البتة اطلاقا. بندر دائرة التحكيم تحترم وقالت الكلام هذا. بندر اسمح لي بس. بندر، تعرف من المستفيد من التحكيم. طب اسمح لي بس. النصر. محمد الله يخليك، لو سمحت، تبغانا فوضى ولا ايش؟ لا رد. لا معليش، انا اسالك انت محمد، تبغانا فوضى؟ ما رد انا بعد. لا معليش. لا ليش انا ماني موجود. لا يتجاوز في كلامه على دائرة التحكيم وعلى نادي النصر، ولا تبغاني ارد عليه؟ لا مو صحيح. لا مو صحيح. تسمح لي لو سمحت. لا مو شغلي. لا شغلي يا شباب. بندر تجي تبربر عليه. لا ما محمد اهجد بس. محمد لو سمحت. تبربر وقاعد بندر قاعد تلفون كلام. يلفون كلام وانت ما يلفون كلام. يقول لك محمد لو سمحت، يقول سبحين خلي عندك بس. لو سمحت يا حبيبي الله يخليكم تسمحوا لي. يعني انتم ما محترميني، لا انا ولا المشاهد. معقوله يا جماعه؟ درعم هو. لا محمد انت لا تتدخل لو سمحت. لما يجيك وقتك تتكلم انت وبندر لو سمحت. عبد الكريم معليش انا اعتذر منك. الان مباراه اليوم الخليج او صح الهلال والخليج. نعم. الهلال انا اشوف انه حقق مبتغاه من هذه المباراة اللي هي 3 نقاط، دون النظر انه سواء قدم مستوى او قدم مستوى. الهم الاخير يعني انا لو مكان دياز انظر ناخذ 3 مباريات دون خسارة اي لاعب. الهدف الرئيسي ان انا اظل في المنافسة. صديقك دياز. اول شيء امسي بالخير عليك ابو عبد العزيز، ومسي بالخير على الزملاء الحاضرين بالاستديو المشاهدين. أبارك للجماهير الهلالية. طبعا 3 نقاط مهمة جدا. الهلال ممكن نقول الآن تفرغ للدوري، رغم أنه يعني عنده مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بعد 1.5 شهر وبعد شهر. تتكلم عن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتحاد. فلذلك الآن الهلال جالس يخوض غمار 3 بطولات في الفترة القادمة. 3 أيام، كل 3 أيام مباراة. أعتقد أنها يعني هو ضغط على الهلال، ولكن ليس بجديد حقيقة. الهلال دائما عاهدناه يعني هو السفير الدائم في البطولات الخارجية سواء آسيوية أو حتى عالمية. ففي وضعه يتحتم عليه حقيقة أنه يمر بهذه الظروف يعني. فاليوم الهلال حقق مكاسب في لقاء اليوم. يمكن المكسب الأول اللي هو 3 نقاط بأقل الخسائر أو بأقل مجهود مثل ما ذكر أبو فارس. المكسب الثاني دخول المهاجم إيغالو في قائمة الهدافين. الآن عنده 14 هدف خلف تاليسكا مباشرة. تاليسكا 15 هدف.
أعتقد أيضا هذا مكسب يعتبر المهاجم الفريق. أضف إلى ذلك أو المكسب الثالث هو انتصار اليوم، هو تمهيد مثالي حقيقة لهذا الفريق إنه يعود للمنافسة بهدوء. نعم شاهدنا اليوم الهلال يعني على قولتهم فاز على الواقف، يعني كان يخشى ويتحاشى حقيقة الإصابات اللاعبين. أكيد المدرب راح يلجأ إلى التدوير في المباريات القادمة، فأعتقد هذا نهج طبيعي جدا أن يحافظ على سواء على الناحية اللياقية أو حتى من ناحية الإصابات اللاعبين. تتكلم عن نصف نهائي في كأس الملك، تتكلم عن مباراة مهمة جدا على مستوى القارة. طبعا الاتحاد الآن 50 نقطة، صحيح. النصر 49 نقطة، الشباب 44، الهلال 42. الهلال بقي له مباراة مؤجلة، صحيح. مجرد انه طبعا نتكلم عن المباريات القادمة انه ينتصر فيها، ومن ضمنها المباراة المؤجلة يوصل الى 45 نقطة، يعني يبقى بينه وبين الاتحاد 4 نقاط. لا اتحاد 5. يبقى بينه وبين النصر 4 نقاط. نعم. وبينه وبين الاتحاد 5 نقاط. ولهم مباراة مع 2. وبينه وبين الاتحاد 5 نقاط. إيه؟ نعم. يعني واضف الى ذلك الهلال له مواجهات مباشرة مع هالفريقين. نعم. يعني امام النصر، لو الهلال طبعا هذه مباراة في يده، لو استطاع الانتصار على النصر فيكون ينتظر فقط تعثر النصر بتعادل، صحيح، ويساويه في النقاط. الاتحاد لو في حال الهلال بالفعل يعني في المواجهة المباشرة انتصر على الاتحاد، يكون بينه نقطتين. الفارق نقطتين بس فقط، ينتظر الاتحاد يتعثر بخسارة ويدخل الهلال بالفعل المنافسة على اللقب، وهذا ما هو قد يتصدر بعد وله صعب على الفريق. وخير دليل حقيقة الموسم الماضي شاهدنا كيف الهلال عاد عودة قوية جدا واستطاع الانتصار أو الفوز باللقب. الهلال فيه ميزة، والميزة هذه يستفيد منها دائما في كل موسم. يعني اللي ما يعرف الهلال أو إنه دائما يعلق انتصارات الهلال وأفراحه بالذهب والمشاركات إنه يعتمد فقط على التحكيم. إذا كان التحكيم هنا بعيونكم إن الهلال ينتصر بالتحكيم أو بضربات الجزاء أو غيره، طيب نتكلم عن انتصارات الهلال على مستوى القارة، ونتكلم عن انتصارات الهلال على مستوى العالمي. الهلال فيه ميزته إنه لا يلعب بهيبة صفقة لاعب، الهلال يلعب بهيبته، ببطولاته، بتاريخه، بانتصاراته. الهلال دائما سواء أمام الفرق المحلية أو حتى أمام الفرق الآسيوية والعالمية دائما الهيبة هذه لديه موجودة. أجبر شخصيات عالمية أن تتحدث عنه، مثل ما تحدث عن رئيس الفيفا في قرعة كأس العالم في قطر، ومثل ما تحدث عنه أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل مباراة النهائي في كأس العالم للأندية. هذا الفريق لم يثبت نجاحه فقط على المستوى المحلي، العالم يتحدث عن هذا الفريق، لا يتحدث عنه العالم بسبب صفقة. الهلال يتحدث عنه العالم بسبب انتصاراته، بسبب الملعب، إيش قاعد يعمل في الملعب على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري وعلى المستوى العالمي. لذلك الهلال يتميز عن غيره. بالنسبة للخليج، خسارة اليوم مثل ما شاهدنا ترتيب الدوري طبعا لا زال على نفس النقاط 17 نقطة، العدالة 17 نقطة، يعني الفارق عن المركز الأخير اليوم نزل لأن الهدفين دخلت فيه خلته. نعم هو الفارق هو أثر فيه طبعا في فارق الأهداف خلته ينزل إلى الدوري. لكن للأمانة اللي شاهد مستوى الخليج اليوم أمام الهلال بالعكس الفريق يلعب كرة حلوة، يعني هذا الفريق بس ما حد النتائج عبد الكريم صادق كم 5 مباريات أو 6 مباريات ورا بعض. ولكن من يشاهد هذا الفريق أنا أتوقع حقيقة في المنعطف الأخير، وأنا من شفت الخليج اليوم أنا أستبعد أن يهبط هذا الفريق. قد يكون مسألة الموضوع الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى يكون ما بين الباطن والعدالة. الخليج يقدم أفضل من هالفريقين هذا. عبد العزيز إذا تسمح لي بس معليش محمد، أنا في رد لأخوي عبد الكريم، الصفقة يا عبد الكريم هذه دقيقة، الصفقة هذه يا أخوي عبد الكريم هذه صفعة لكم، هذه صفعة كبيرة لكم، حسب عندك سالفة، وهذه صفعة لكم اللي في كل مناسبة تذكرون هذه الصفقة. شوف تأثير الصفقة عليك اليوم، تتجاوز وتنسى الهلال وقاعد تتكلم في صفقة كريستيانو
العظيمة القوية للدوري السعودي. أنا قلت كريستيانو. هذه صفحة لكم. أنا قلت ثاني كريستيانو. حاجة أنا بتكلم لك ترى على فكرة والله ما جبت لا تنطلق يا بندر. والله ما جبت لا طاري كريستيانو ولا طاري النصر ولا جبت طاري أحد. شوف اسمع اللي جبت طاري بس اللي على جبت طاري أنا جبت طاري كريستيانو. وش دراك إن صفقة كريستيانو؟ لأنها مؤلمة لكم. قلت اسمه أنا. إيه قلت النصر أنا. لا تقول إيه ما قلت. لا تؤلم. ما قلت. لا تؤلم الصفقة هذه. بس تحرقك اسمع مباراة الهلال القادمة هي أمام الفيحة على أرض الفيحة. ترى هذه أسميها أنا لقاء العقدة. ترى أنا هذه لقاء قبل مباريات الهلال. هذه لقاء العقدة. بندر عندي اتصال يا شباب. عندي اتصال والله صار 5 دقائق. هم يقولون يتكلمون الحين نرد عليهم. بعيد عن هالأخبار تكفى بقول. ما جبت طاري نصر ولا كريستيانو. هذا إذا كان اتصال هذا رد على كلامكم اللي تسميه بال. بندر عندي اتصال الله يرحم والديك. الكابتن نهاري آل سالم أصبح عليك بالخير واهلا وسهلا فيك في اول مداخله لي معك وانا كمقدم طبعا، لكن انا دخلت هناك كثير في المساحات في البرنامج. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والله يصبحك بالخير والاخوان اللي معك في الاستديو، ونتشرف فيك دائما، والله يوفقك وان شاء الله بدايه خير لك. الله يعزك. كابتن كيف شفت مباراه اليوم؟ وكيف شايف حظوظ الخليج؟ هل فعلا الخليج يستطيع ان يبقى بهذا المستوى وبهذه النتائج؟ شوف هو التنظيم كان تنظيم الخليج جيد، لكن زياده العدديه عند الهلال هي اللي يعني ارهقت الخليج. والفريق اللي دائما عنده لعيبه موهوبين، لعيبه فنانين يعني يفرقون معه كثير في ظل التكتلات اللي يسوونها الدفاعيه الفرق اللي اقل فنيا، او يعني ما نقول اقل فنيا حتى اقل امكانيات. طبعا المباراه كانت تقريبا مباراه من جانب الهلال اكثر واكبر واقوى، لكن تنظيم الخليج كان ممتاز. لكن الهلال اليوم يعني كان في المباراه اتخذ طرق عده يعني في طريقه الهجوميه زي التنويع، اللعب الطولي، اللعب بين اللعب على الاطراف، اللعب البيني بين الخطوط. صعب انك تجي تقفل المباراه على كل الجهات هذه ضد فريق زي الهلال. الهلال دائما احنا نقول وناكد يعني امكانيات اللاعبين اللي عنده الصراحه انسجام عالي جدا بين اللاعبين يعني فتره طويله مع بعض، وغير كذا امكانيات اللاعبين عاليه جدا. يعني الصراحه الهلال يعني في احنك الضيوف وقدام اقوى الفرق ممكن الهلال يقدم لك مباراه استثنائيه ويفوز باقل مجهود الناس تشوفه، لان دائما تمركز اللاعبين عارفين وين توقف فيه، وين اعطي الكره اللاعب. هذه تفرق مع الهلال كثير صراحه. الهلال يعني لما حتى وحنا نشاهد اليوم في نص الفريق ناقص، لكنه فريق قوي جدا. الخليج ما ينام، قدم مباراه ممتازه مميزه، وانا الصراحه احب اشيد بالخليج في المباريات الاخيره خاصه في الدور الثاني. يعني قاعد يقدم مستويات جيده ممتازه، حتى وخسر بعض المباريات لكن قاعد يقدم نفسه بصوره جيده. انا شوف مباريات الخليج، انا قاعد اتابع مباريات الخليج القادمه قدام الفتح، قدام الشباب، بعدين الفيحة، بعدين الاتفاق، وبعدين النصر، وبعدين التعاون. يعني اغلب مبارياته ستكون مع فرق هو متنافسين وياه على الهبوط. فانا شايف جدوله صعب، اضافه انه عنده مباراه الشباب يعني المنافس على البطوله، والنصر المنافس على البطوله. شوف عشان نكون واقعيين، الخليج هو بدايه الموسم كان وضعه سيء صراحه، كان اختيارات الاجانب ما كانت جيده ولا حتى توفق يعني الجهاز الفني مع الفريق. طبعا هي مشكله لما يجيك فريق صاعد يسوي تغييرات كثيره. طبعا نظام الدوري يختلف عن نظام الدوري الدرجه الاولى. غير كذا عندك اللاعبين، يعني انت لما تيجي بتجيب مثلا لاعبين في الدرجه الاولى ما تقدر تجيب لاعبين بقيمه عاليه يوازنون اللاعبين اللي بيلعبون معك في دوري المحترفين، فهذه معاناه كبيره. يعني الانسجام يصير متاخر، اعداد الفريق يصير يعني صعب، فدائما الفرق اللي تيجي من دوري الدرجه الاولى تعاني كثير. لكن هو كفريق انا اقول لك يعني الفتره الاخيره كان يعني اعتبره يعني من الفرق اللي قدمت نفسها مستوى جيد. اما البقاء طبعا هذه تعرف انت عندك مواجهات مباشره مع الفرق اللي تنافسك على الهبوط، كما زي الهلال الان. انا اقول لك الهلال الان نفس الطريقه اللي الهلال الان يبغى ينافس على الدوري. يعني الصراحه انت لو ترجع الهلال فنيا مؤهل انه يفوز على النصر، مؤهل يفوز على الاتحاد، مؤهل يفوز على الشباب، وحتى هو في النقص، لان امكانيات اللاعبين اللي عنده عاليه جدا الصراحه، وتناغم اللاعبين يعني تنوع اللاعبين اللي عنده هو اللي معطي الهلال قوه. يعني بعض الفرق نشوف عنده مثلا لعيبه في الوسط كويسين بس ما عنده اللاعب مثلا القوي اللي يقطع الكوره، اللاعب اللي يعرف ينظم لك اللعب زي كاريليو، اللاعب اللي عندك على اطراف السرعه ويعرف متى يدخل متى يعرض زي مثلا ميشيل ولا زي سالم الدوسري ولا زي ماريكا ولا يعني عنده تنوع كبير في اللعيبه. ترى هذا اللي خلى الهلال يعني يفرق عن الفرق الثانيه، وتشوف الهلال دائما في المباريات يعني سهل بعض الاحيان تشوف انه سهل يفوز. طبعا شوف ما في فريق اسمه يفوز على طول.
أنا أقول لك الدوري لا زال في الملعب بالنسبة للهلال. المنافسين معه يعني الصراحة النصر والاتحاد، يمكن الاتحاد قاعد يقدم نفسه مستوى أفضل، لكن النصر في تباين في مستويات اللعيبة، تحتاج فترة أطول، يحتاج صبر أكثر عشان الانسجام. يعني بعض الناس تتوقع انه ممكن فريق عشان تصنع فريق بطل تحتاج لك موسم موسمين ثلاث عشان تجانسون اكثر وقت، تقدر تغير بعض اللعيبه لكن مو بتغيير جذري اللي قاعد تشوفه احنا بعض الانديه. انا اقول لك بالنسبه للخليج يعني المجموعه الموجوده ممتازه، لكن انا قلت لك الوضع اللي صعب الوضع لما تدخل مباريات زي ما تقول مباريات فيها مصيريه. صحيح. وكرة القدم تعرف كل شيء ممكن متوقع يصير في المباراه يحدث. على كل حال احنا في الختام نشكرك كابتن سالم، انا اسف نهاري، واتمنى التوفيق لكل الانديه السعوديه، ولكن قراءه كذا غير اللي يقولوها اغلب النقاد بانه نصر اتحاد هلال. الشباب لو فاز على الهلال وكمل وفاز على النصر وعلى الاتحاد اعتقد وخليهم هم يعني حياكلوا بعض نقاطهم حتخسر من طرف، حيكون الشباب هو بطل الدوري. اعتقد هي اللي حتكون مفاجأة كبيرة. أنا بس عندي تعليق لو سمحت. عندي تعليق بسيط بس من المحور على الكلام، حتى على قولوا من ضمن المحور. لا حتى على كلام الاخ برجعك محور سالم نهاري زين. قول من ضمن المحور، خلينا نقدم المحور اقول لك. لا خلص مرة واحدة، انا بس كلمتين بقولها اذا سمحت لي. كلمتين ما نقال عن حكام كذا، لو بقول كذا خليتني، لا بتكلم كلام بعيد عن يقول لك القروش. شوف انا اقول حتى كلام الاخ نهاري قبل شوي، حتى كلام الاخوان، كلامكم الهلال ممكن ينافس على الدوري في معادلة زي لو فكرت فيها بتلاقيها صعبة، هي مش مستحيلة على الهلال لكنها صعبة. الهلال باقي له 10 مباريات، الأخرى باقي له 9 مباريات منافسينه. الهلال عشان ياخذ الدوري لازم الاتحاد والنصر يتأثرون مباراتين، ولازم الهلال بالعشر ما يتأثر ولا مباراة إذا الهلال يبغى يحقق الدوري. يعني النصر والاتحاد يتأثرون مباراتين من التسع، والهلال 10 مباريات كلها ما يتأثر، عشان كذا الهلال ياخذ الدوري. لذلك أنا أقول لك المعادلة صعبة، هي مش مستحيلة لكنها صعبة. لكن وش اللي يخليها أنا بالنسبة لي أشبه مستحيلة؟ شفت المباريات اللي بداها الهلال اليوم إلين مباراة الاتحاد، أو خلنا نقول لك إلين مباراة أوراوا الذهاب والعودة اللي في اليابان، إلى هذه ممكنة الهلال يهضمها بالتدوير. اللي ما ممكن تهضمها مباراة أبها والهلال بعد نهائي آسيا في اليابان بعد 3 أيام الهلال يروح يلعب في أبها، يعني يبغى له يوم يرجع، بيأجلونها زين، يبغى له يوم يرجع. شوف المباراة هذه وضعت مثل الفخ للهلال، زين. فخ بنفسه في الجدول لأنه أنا عندك ليش أفسرها لك بس. لجنة المسابقات حاطة فخ للهلال، هي المباراة هذه الهلال موافق عليها. توقيتها خليني أقول لك شيء بس، توقيتها ما ينفع معها تدوير. تدري ليش ما ينفع معها تدوير؟ لأن الفريق كله رايح اليابان يلعب نهائي آسيا، ما مستحيل انك تيجي تقول بلعب صف ثاني مثلا، كل الفريق رايح هناك، مستحيل تقول بلعب صف ثاني يلعب المباراة هذه. طيب. او ادور فيه، فهمت الفكرة وش هي؟ بعد 3 أيام من نهائي آسيا في اليابان محمد ارجع القى لي مباراة بعد 2 أو 3. تسمح لي بس؟ وين؟ في ابها ما فيها مطار دولي يعني في الهلال. لا فيها مطار دولي، ابها مطار دولي يعني في ابها مطار دولي. نعم ابها مطار دولي. في رحلة من اليابان للابها. نعم في مطارات خاصة. نعم دايركت. اسمح لي يا فندم لو سمحت. محمد شوف، لما انا اطلب منك تاجل تقول لي نص دقيقه وتاخذ 3 دقائق، هذا مو منطق. لو سمحت انا ماني معصب. لا اعطيت غيري. لا انا اعرف شلون ادير الحوار واعرف من اعطي من ما اعطي. لو سمحت، فما احتاج احد يوجهني ويقول لي لكن يا اخي هذه معلومه. انا ما زالت مو معلومه زي ما يقولون معلومه. انا اقول معلومه يا اخي انا ما قلت لك لا في مباراه اشبه بالفخ. محمد اسمح لي بس اقدم مباراه ابها هذه لا يمكن محمد ممكن لا ممكن كمل الحلقه. اجلت ممكن كمل الحلقه. ارجع انا اقول الكلام اللي قاله محمد، احنا اغلبنا غير مقتنع فيه بانه هناك فخ. المسابقات لا تسوي فخوخ لاحد، المسابقات تعطي جدول الانديه توافق عليها. فانا معليش لو سمحت لا تعصب بس لو سمحت. لا تعصب محمد لو سمحت. لا تعصب لو سمحت. رايي وانا حر فيه. لا تقدر تقول انا ماني مقتنع ولا مقتنع. لو تقف جنبي هنا زي فلاح لو سمحت. لما تكون مذيع قل هذا راي الضيف. مو شغلك. ما تقول مقتنع ولا مقتنع، يعني مقتنع بكلام الاثنين ذولا انه التحكيم خدم الهلال. لا تعلي صوتك وساكت. لا تعلي صوتك ساكت يا اخي انت تقول كلام فخ. لو سمحت انت تقول فخ بندر. وش يقولون؟ لو سمحت تقول فخ. لا تقول فخ يا شباب. سمعت الاثنين وش يقولون؟ ممكن تسكت. التحكيم خدم الهلال وانت ما قلت شيء. ممكن تسكت. يوم قلت لك انا لا
المسابقات في مو مباراة شغلك. ممكن تصير زي الفخ. مو شغلك. لا ما نقبل محمد لا تقبل. خليك ريح. فخ كبير. انا لو سمحت بندر، لو سمحت انا اقول لو فخ سمحت كبير. لو سمحت يا شباب، للمرة الرابعة أقول لو سمحتوا، ترى والله لا أقطع الميكروفون وأقدر أقطعها وأتجاوزك كأنك ما أنت موجود في الحلقة. معليش. تكلم مع مين؟ مع الجميع، مع الأربعة كلكم. معي نحترم من بعض أنا وعد ونقدم كريم بعض. أنا دخل. خلاص لو سمحت يا بندر، لو سمحت بندر، لو سمحت وقف عنك. بندر، لو سمحت. سم. في عندي الآن خبر يقول لك نفاذ تذاكر مباراة النصر، آسف، العدالة والنصر. محمد مصر اللي يخرب حلقات دائما. الشاهد لا تزعل. لن تستطيع لا أنت ولا غيرك يخرب الحلقة. لا تزعل. نفاذ التذاكر في مباريات النصر، العدالة والنصر، وهذا شيء طبيعي انه تنفذ تذاكر يكون لاعب فيها كريستيانو رونالدو. اللي مو طبيعي انه يخرج عليك اعلامي وينتقد تمام اعجاب الناس بعبارة سي، او يقول ان النصر تمام هو من عزز مكانة او جماهيرية كريستيانو رونالدو، وكذلك لما يقول لك انه الهلال هو من عزز جماهيرية ميسي. او يا جماعة معليش، احنا لازم نتكلم ونقدم طرح يليق بالمتلقي. كريستيانو رونالدو له جماهيرية كبيرة جدا، ميسي له جماهيرية كبيرة جدا، ولو انهم ما راح يكونوا اضافة للدوري السعودي هم وكثير من الاسماء، ما حرصت الأندية على استقطاب هؤلاء النجوم لإضافة إلى الإثارة والوهج للدوري السعودي. فأنا أقول أنا ما أستغرب أن نفاذ التذاكر لأي مباراة يحضرها ميسي أو يحضرها كريستيانو رونالدو أو أي واحد من النجوم اللي حيكونوا إن شاء الله الدوري القادم بإذن الله موجودين في دورينا، وهذا ما يقلل من مكانة لاعبينا ولا أنديتنا. أرجع أقول التذاكر الآن مباراة الدوري، المباراة الجاية إن شاء الله النصر والعدالة. العدالة عنده فرصة كبيرة أنه يحقق مفاجأة ويفوز على النصر ويحقق 3 نقاط مهمة جدا ما هي موجودة في حسابات النادي حسب ما أنا قريت من بعض التصريحات، أنه ما طلبوا حكم أجنبي، وأنه حرصوا أن يكون الحكم الأجنبي موجود في المباريات التنافسية مع الأندية المتنافسة. هذا لا يعني أنهم ما يبغون النقاط هذه، لا كما حلل البعض، لا هم يحرصون على هذه النقاط، ولكن ان هذه النقاط ما هي دائما العصب الاساسي او الركيزه الاساسيه للفريق. وانا ما استبعد العداله دائما يكون له مواقف مع الانديه كثير ويقدم مستويات. عبد الكريم، كيف تشوف مباراه العداله والنصر؟ هو بالفعل يعني صراع في القمه وصراع في القاع. يعني النصر يبحث عن القمه ويبحث عن العوده الى صداره الدوري، والعداله ايضا يبحث عن الهروب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، دوري يلو. طبيعي جدا نفاذ تذاكر العدالة والنصر. تتكلم عن لاعب عالمي موجود في هذه المباراة، لاعب عالمي صنع نفسه بنفسه في ملاعب إسبانيا، في ملاعب إنجلترا، وفي ملاعب نعم وفي إيطاليا. فهذا الرجل يعني صنع نفسه بنفسه، وطبيعي جدا في أي دولة مجرد أنه يذهب لها ويكون في فريق أنه تنفذ التذاكر. جماهير كثيرة تتمنى رؤية هذا اللاعب، سواء في الحسا، سواء في القصيم، سواء في الرياض، سواء أنا ما أكذب عليك تذكر يمكن فلاح يعني شعور حلو أن شاهدنا ميسي في مباراة السعودية والأرجنتين. صحيح. وأنت تشاهده بالملعب، ومثل هذا اللاعب بحجم هذا اللاعب أيضا كريستيانو رونالدو يعني لا يقل حقيقة عن عالمية هذا اللاعب. فلذلك الجماهير تبحث عن رؤية هذا اللاعب مباشرة أو عن قرب. بالنسبة للمباراة بلا شك النصر ضروري أن يتجاوز أو أن لا يتعثر في المباراة هذه، بحيث أنه يبقى في دائرة المنافسة ولا يتسع الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر. بالنسبة للعدالة أيضا يحاول قدر الإمكان، طبعا العدالة يحاول أن يكون يعني طبعا هي في ملعب العدالة في أرضه بين جمهوره، يسعى حقيقة أنه لا نستهين بجماهيرية هذا الفريق. العدالة عودنا حقيقة في المباريات اللي على أرضه جماهيرية كبيرة حقيقة تحضر لهذا الفريق أمام الخصم. ولا ننسى أيضا بعد مثل ما ذكرت لك يعني حتى جماهيرية الأندية مثل النصر والهلال والاتحاد في بعض في كثير من المناطق أو أغلب المناطق أنه دائما تمتلئ المدرجات بحضور هذه الأندية، الاتحاد والأهلي أيضا أضيف الفرق هذه. فلذلك احنا موعودين حقيقة بمباراة قوية، ولا تستغرب المفاجأة
ترى على فكرة النصر ترى فاجأنا كثير حقيقة في الموسم هذا، في بعض الجولات يظهر ظهور سيء جدا حتى بوجود لاعبين بهذا الحجم، ولكن تستغرب حقيقة ما في انسجام داخل أرضية الملعب، ما في حتى دائما انتقاد يطال المدرب انه ما استثمر او انه ما استخدم الادوات او انه ما في تكتيك واضح حقيقة انه يتجاوز. اقرب مثال ممكن الباطن، النصر ما انتصر في مباراة الباطن الا في الوقت البدل الضائع، يعني وصلت الدقيقة 90 والنصر خاسر في المباراة، فلذلك عودنا النصر على المفاجآت. اعتقد برضه نفس الشيء، نعم 1-0. نعم، فعلى قولتهم يعني ممكن مرة تسلم الجرة، ممكن يتعثر النصر في هالمباراة، ليش لا؟ العدالة أيضا يبحث عن طوق النجاة، يبحث إنه يكون متواجد في الموسم المقبل في دوري روشن. العدالة الآن في المركز ال 13 هو مركز الآن، 17 نقطة. أي نعم 17 نقطة، يبحث عن الهروب حقيقة عن الهبوط لدوري الدرجة الأولى. فلذلك راح نشاهد مباراة قوية، ولكن لا أستغرب المفاجأة في هذه المباراة. تعليق بسيط، أبو فارس قبل شوي يتكلم عن الهلال والضغوط أو المباريات القادمة. اللي بيخفف الضغط يا أبو فارس على الهلال حتى لو تعثر في الدوري أنه أمامه نهائي دوري أبطال آسيا، الجماهير راح تعذر هذا الفريق حتى لو تعثر. طيب، ولكن عنده مباراتين مهمة، اللي هو نهائي دوري أبطال آسيا ونصف النهائي أيضا في كأس خادم الحرمين. نعم، فلذلك هذا ممكن يخفف الضغوط على الفريق حتى لو تعثر. الضغوط النفسية. الاتحاد كيف نعم. شايفه؟ كيف؟ الاتحاد هل تتوقع أنه يكون أجد صعوبة قدام ضمك؟ الاتحاد في أوج عطاء حقيقة، الاتحاد متأكد تماما هذا الموسم بالذات أخذ درس من الموسم الماضي، في هذا الموسم بالذات على قولتهم حاسبها بالمسطرة، حاسبها بالسنتي. الاتحاد يحاول قدر الإمكان ألا يفرط من نقطة واحدة. هو يحذر الاتحاد، ولكن يخشى خصم الأمس اللي هو الهلال اللي انتصر اليوم. فلذلك أنا أعتقد الاتحاد، الشباب ما هو تقليلا منه، ولكن الشباب متذبذب حقيقة فنيا في المستوى، فلذلك ما هو ذاك الحذر أو الخشية مثل النصر والهلال في مزاحمة الاتحاد على لقب الدوري. الاتحاد أنا متأكد تماما في هذا الموسم سيكون من أفضل مواسمه في ال10 سنوات الماضية. فاصل أول ونرجع لكم مرة ثانية. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في الجزء الثاني من حلقة الليلة الحصاد الرياضي. اسمحوا لي بس أرحب بضيوفي بندر الدبيخي، محمد الزايدي، فلاح القحطاني وعبد الكريم الحمد. بندر، والله النصر لاني توحشت منك يا ابو عبد العزيز. لا انت قبل الفاصل وحشتني يا ابو عبد العزيز. جلع جميل وزنية. لا انت قبل الفاصل والله يبيني. انا اعتذر من الجميع. بندر لهجته جميلة يا لا هو كذا جميل. شوف هو زين، بس لو يخفف شوي السرعة، زايد السرعة. انت خلي حط لي فخ يا محمد. انا قاعد احط كرادات. لا سوي لي فخ. حطيت لك كرادات. الان النصر قاعد يقدم مستويات بصراحة. المباريات الأخيرة يعني حتى كثير من عشاق النصر يقولوا ابو معليدهم في كل مباراة قد ممكن نخسر، النصر يرجع يعود مرة ثانية من الطريق الصعب ويحقق 3 نقاط. شوف، على عكس المنافسين انت قاعد تشوف الان الاتحاد قاعد يحقق نقاط وماشي، الهلال نفس الشيء، الشباب مباراة. انت كيف تشوف مباراة العدالة بالذات انها جاية على لحظة، جاي بعد التوقف، والنصر دائما بعد التوقف يجد صعوبة في العودة. شوف لو الظروف اللي مرت على النصر وظروف إصابات، تتكلم عن 9 لاعبين أساسيين، وتتكلم عن النصر في أغلب مبارياته يشارك ب3 محترفين فقط. لو مرت هذه الظروف على الهلال والاتحاد لهبطوا إلى الدرجة الأولى. فهمت علي؟ هذه ظروف قاسية مر فيها النصر للأمانة. تتكلم عن إصابات، تتكلم عن يقول نفس الكلام. لا من في الإعلام الهلالي، مثل بعض من الإعلام الهلالي ذكر أن سعود عبد الحميد غايب وكذا، وشفنا اليوم سعود عبد الحميد مشارك. هذا الموال، شوف سالم، هذا الموال أتكلم أبو عبد العزيز، محمد أنا أتكلم تفضل. لا يقاطعني. أبشر بذكرك يا محمد تكفى. شوف الموالات الإعلامية الهلالية هي معروفة. في قبل نهاية الدوري في 19 مباريات الإصابات، ومع ذلك نشاهد أغلب اللاعبين مشاركين أساسيين. أيضا الموال الآخر للهلاليين إن هذا يعني
ترتيب أو الهلال الآن بعد فوزه على الخليج عاد خلاص للمنافسة للدوري. عليه الهلال رجعنا النصر منافس، لكن خلينا نرجع للنصر مخالف. لكن أنا أقول لك حاجة مهمة، النصر تعرض هذا الموسم لما نتكلم على مستوى الحراسة سبينا، لما نتكلم عن بيتي، لما نتكلم عن تلسكا، لما نتكلم عن الفارو، لما نتكلم عن ماشي، يعني إصابات حتى على المستوى اللاعبين المحليين. شفنا جارسيا كيف استعان ببعض اللاعبين الشباب، كيف الإصابات يعني عبد الكريم تو يتكلم يقول بعض مستويات يعني النصر أو بعض مبارياته كاد أن يخسر. ما ألوم ولا ألوم جارسيا أنا ما ألومه يا أخي ينزل الميدان ما في لاعبين، مش موجودين لاعبين، بعكس الأندية الثانية اللي يشوفه أو خلينا نكون صريحين، الهلال يصاب اللاعب يرجع من على طول، نقول هذا إصابة لاعب راجع للملاعب، أو الاتحاد الله يشفيهم ويعافيهم ويشفي جميع لاعبيننا. لكن حنا نقول ما هذا المشكلة في عيادة النصر، لا مش المشكلة، الإصابات يعني تتكلم عن إصابة قطع رباط في بيتي، تتكلم عن الحارس سبينا كسر، تتكلم عن تلسكا في العضلة الضامة، تتكلم عن الفارو في مفصل القدم، تتكلم أو في الركبة، تتكلم عن إصابات فعلا خطيرة وحساسة جدا. النصر شوف اشتغل على هذا الشغل، يعني مثلا تلسكا ذهب لدكتوره في البرازيل، تتكلم عن بيتي على طول أرسله، تتكلم عن أسبينا، يعني في فكر في النصر، فكر عالي جدا، يعني يساهم في عودة اللاعب سريعا. أنا متفائل في مباراة العدالة إن شاء الله إن زوال هذا العامل الرئيسي المؤثر في نادي النصر الإصابات أثر عليه جدا. أتوقع إن شاء الله مباراة العدالة يظهر النصر في المستوى اللي حنا دائما نتعودوا منه. العدالة أيضا فريق، ترى على فكرة عدالة، هلال، اتحاد، كل الأندية الآن في هذا الموسم لما تشوفها تشاهد تلعب أمام النصر، تلعب مباراة بطولة. يا أخي أنا استغرب الباطن والاتفاق لو هم لاعبين بنفس الروح كانوا منافسين ببطولة الدوري. كل الأندية الآن تلعب أمام النصر، يدخل المباراة كأن هذا اللقاء بطولة وهذا حق مشروع. حدد النصر ولا كريستيانو؟ تحدد النصر وكريستيانو. كريستيانو. اعترفت إذا أن الأندية تلعب مع النصر مباراة النصر عارفينها من زمان، لكن يعني كريستيانو هو اللي توجه ما اتصال ومع ذلك الاتحاد فاز عليك انت وكريستيانو. لحظة يعني اختلف كلامك أنت قبل شوي عبد الكريم تقول النصر لا والله في بعض المباريات كاد أن يخسر وكذا، يعني اختلف الكلام. ما تتفق معي، ما بغى يخسر قدام الباطن، في عامل مهم جدا، ما بغى يخسر. لا في عامل نص دقيقة بندر عشان ما اتصال، بندر عامل جدا مهم، ما اتصال والله، بس أكمل بعد. ايوه بنص دقيقة. اوكي. معنا كابتن أحمد علامة، مساء عليك بالخير أو صباح الخير. الكرام الموجودين معك في الاستديو، الأستاذ محمد الزايدي والأستاذ فلاح والأستاذ عبد الكريم والأستاذ بندر، حياك الله. كيف تشوف مباراة النصر العدالة والنصر القادمة؟ أكيد أستاذ خالد الفارقة الفنية كبيرة جدا ما بين الفريقين. نتكلم على ترتيب النصر صاحب المركز الثاني، أيضا نتكلم على نادي العدالة صاحب المركز الرابع عشر، فبلا شك أنه في فوارق فنية كبيرة جدا على موضوع النواحي الفردية، على موضوع أيضا النواحي الجماعية، على موضوع أيضا الأجهزة الفنية. ولكن نتكلم على بالدور الثاني، نتكلم آخر 5 مباريات حقق فيها انتصارين وتعادلين وخسارة وحيدة فقط، منها إحدى الانتصارات على نادي الشباب اللي بكل أمانة نعرف قوة نادي الشباب حاضرة بشكل كبير. أيضا نتكلم على قوة العدالة في الكرات في التحولات، بكل أمانة من أميز الفرق ومن أسرع الفرق في عملية التحولات. أيضا الكرات الأرضية مميز جدا نادي العدالة تحديدا بوجود ثلاثي المقدمة، نتكلم على ماركوس ورينارد وبيدرو، بكل أمانة اللي يقدموا بكل أمانة شكل هجومي جيد لنادي العدالة، إضافة إلى أفضل لاعب بوجهة نظري في نادي العدالة كريستوفر، اللي بكل أمانة اللاعب البيرو اللي يقدم مستويات فنية عالية. ممكن مشاكل العدالة حاضرة بكثرة استقبال الأهداف تحديدا في آخر ربع ساعة، وهي نقطة قوة لنادي النصر. أيضا ضعف الحالة الدفاعية الجماعية والفردية، أيضا إمكانيات بعض اللاعبين اللي بكل أمانة ما تليق بنادي مثل العدالة، تحديدا بعض اللاعبين المحليين. نادي النصر بكل أمانة أعتقد أن النصر
ممكن الإصابات عصفت في الفريق تحديدا في الجولات الأخيرة. الغيابات مؤثرة بشكل كبير، إضافة إلى الإصابات اللي إلى الآن ممكن لم تحدد مدى مشاركتهم. غياب عبد الله العمري أو نواف العقيدي وجوستاف أعتقد أنه مؤثر بشكل كبير، تحديدا أنه أحد أعمدة الفريق لما نتكلم على حراسة المرمى، وأيضا نواف العقيدي اللي عوض غياب أسبوعين. أعتقد أنه غيابه مؤثر جدا، إضافة إلى أفضل لاعب وسط في نادي النصر. أعتقد أنه جوستاف اللي يقدم مستويات فنية عالية جدا. مشاكل النصر أعتقد أنه حاضرة بعدم توظيف تاليسكا ورونالدو بالشكل المطلوب. لما نتكلم على لاعبين مميزين جدا داخل الصندوق، لديهم فاعلية عالية جدا، دائما نشاهدهم خارج الصندوق. هذا الأمر بكل أمانة يؤثر على حالة الفريقين. وجهة نظري وجود تاليسكا بجانب كريستيانو رونالدو يعطي قوة بشكل كبير لنادي النصر، تحديدا لو اعتمد نادي النصر على الكرات العرضية. واحنا نشاهد أحد أفضل الأظهرة في نادي النصر المحليين سلطان الغنام، مميز جدا في الكرات العرضية اللي دائما يكون لها إتقان بشكل كبير، إضافة إلى حالة كونان الفنية والكرات العرضية اللي بكل أمانة نتكلم على نادي النصر ما قبل قدوم رونالدو كان مميز جدا في الكرات العرضية، ولكن بكل أمانة بعد وجود رونالدو تغير النهج والأسلوب. هذا الأمر بكل أمانة أثر على حالة نادي النصر تحديدا في المباريات الأخيرة. لما تتكلم آخر 3 مباريات في الدوري، خسارة من الاتحاد، انتصار أعتقد أنه بصعوبة على نادي الباطن في آخر الدقائق، أيضا على نادي الأبها بعد ما كان متأخر نادي النصر بالنتيجة. أثر ذلك بكل أمانة نتكلم عن الحالة الهجومية اللي ما ظهرت بشكل جيد. أيضا ممكن الأمر الآخر أعتقد أنه اختيار أسلوب لا يتناسب مع إمكانيات اللاعبين من جارسيا. هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على حالة نادي النصر. المميز في نادي النصر أعتقد أنه ممكن حالة رونالدو في عملية التسجيل حاضرة بشكل كبير، إضافة للمجهودات الفردية للاعبين. لما نتكلم على تاليسكا، أيضا لما نتكلم على وجود عبد الرحمن غريب، أعتقد أنه أعطى أو أضاف بشكل كبير لوسط ملعب نادي النصر من خلال الكرات العرضية، من خلال المجهودات الفردية. أيضا لما نتكلم على عودة الفار أعتقد أنه تعطي سوى تنظيم بالدفاع النصر كبير. أي نعم، تعطي تنظيم بشكل كبير للجانب الدفاعي في نادي النصر. مباراة صعبة أستاذ خالد، ما راح تكون مباراة سهلة. نادي النصر بعد فترات التوقف يعاني نوعا ما، ولكن صحيح. أعتقد أنه القيمة عالية لنادي النصر. أنا أشكرك كابتن أحمد، وإن شاء الله بإذن الله كلنا مداخلات قادمة في حلقات قادمة. بندر بدقيقة. طيب أنا أتكلم لك عن نفاذ التذاكر والمحور. من الطبيعي النصر نفاذ التذاكر وشفناها في كل المباراة. من الطبيعي جدا امتلاء مدرجات مرسول بارك أو المدرجات اللي يلعب النصر خارج أرضه. هذا من الطبيعي والبديهي. ليس هذا الموسم ولا الموسم اللي قبله من سنوات والنصر هو متصدر الجماهير السعودية في المملكة العربية السعودية. يعني كل الاتحاد يا بندر. خلينا الاتحاد حالة استثنائية. الاتحاد حالة استثنائية. كيف تصدر الاتحاد؟ أنا أتكلم في النصر. خلينا الاتحاد حالة استثنائية، ما أتكلم. أنت تكون متصدر الحضور الجماهيري. أنا أتكلم لك مشترى الموسم هذا أو الموسم من زمان، والنصر على صعيد لكن الاتحاد، جماهير الاتحاد هل موجودة في القصيم؟ لا. جماهير النصر عن بكرة بها في تملأ مدرجات مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية بمدينة بريدة. في حال في الجنوب لما نتكلم عن لغة الأرقام النصر هو الأقوى بكل أمانة. الأمر الآخر اللي عندي رمضان، وإذا تسمح لي أبو عبد العزيز، أنا حاب أشكر لاعبي نادي النصر القدامى وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر على الإفطار الجماعي اليوم اللي أقامه النصراويين. كانت مبادرة رائعة جدا. شكرا على دعوتهم لي وعلى إعلاميين النصر وعلى حضور رؤساء النصر السابقين، الأمير ممدوح بن عبد الرحمن، الأمير فيصل بن عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة النصر الحالي الأستاذ مسلي، الأعضاء الذهبيين في نادي النصر، الأستاذ عبد اللطيف الشثري، طلال الرشيد، كوكبة كبيرة من رجالات النصر، لاعبين قدامى. شفنا كيف كان الجو الأسري الكبير في نادي النصر، شفنا كيف المحبة، كيف الأخوة، كان جدا جو رائع جدا. هذا تعود عليه النصراويين على أيام الرمز النصراوي الراحل رحمة الله عليه الأمير عبد الرحمن بن سعود، الذي دائما عود النصراويين على الترابط والتلاحم. وأنا أشكر النصراويين جميعا على هذه الدعوة الكريمة، وتشرفت اليوم في هذا الملتقى الرائع الجميل النصراوي الكبير. محمد، النصر مباريات
صراحة زي ما قال حمد تو، خسارة، فوز صعب آخر الدقائق، فوز صعب قدام أبها، في تحس إنه دخول الأهداف أو يعني الغزو مرمى النصر أصبح ما هو بقوة السابقة. كان في بداية الدوري كان من الصعب إنك تسجل في مرمى النصر، الآن كل مباراة تجد النصر يعني يلج مرماه هدف. هل غياب أسبينا كان له سبب، أو إنه التكتيك زي ما قال أحمد، التكتيك اللي ينتهجه الآن المدرب ما هو مناسب للمجموعة الموجودة؟ شوف، النصر يظل فريق يعني عنده أدوات، عنده لاعبين مميزين. طبعا لا شك كريستيانو رونالدو يعني ضاف يمكن 40% من قوة النصر، حتى يمكن نقول 50% من قوة الدعم الجماهيري. أكيد لاعب أسطوري على مستوى العالم، يعني قبل ما يجي في النصر هو مو بصنع في النصر جابوا لاعب عالمي زين، فأكيد له الجماهيرية قبل ما يجي للنصر، وأكيد إنه هو أكبر جماهيرية في العالم. أي أكيد إنه له جماهيرية، وأكيد الناس تبغى تشوف يعني نجم كبير بحجم كريستيانو رونالدو. هذا توجه يعني كبير من دعم الأندية من قبل الدولة بجلب مثل هؤلاء اللاعبين. هذه الخطوة يعني كريستيانو رونالدو خطم لا النصر اللي جابوه، لا النصر اللي جابوه كريستيانو، رجالات النصر والرعاة. يعني 1.5 مليار أعتقد قيمة الصفقة، ما يقدر عليها لا النصر ولا الهلال ولا أي فريق إذا لم يكن هناك دعم من الدولة لهذا الموضوع. ما حد جايبك لاعب أنت ب2 ولا ب4 مليون ولا ب10 مليون ولا ب50 مليون، جايب لاعب 1.5 مليار. صرح فيه زين. عموما زين، صرح وزير الرياضة قبل كذا، قبل كذا قال سندعم الأندية ما قال بصفقات، ما قال جلبنا كريستيانو. ايوه ما قال جلبنا كريستيانو. محمد فكنا من لا نرد يا ابو عبد العزيز عاد. لا ابو عبد العزيز نرد. اللي جلب صفقة كريستيانو هم رجالات ورعاة في نادي. هذا بناء تصريح رئيس النصر صحيح. انا بقول شيء، هذا موضوع اكبر من كبندر. زين، هذا الموضوع، هذا استراتيجية دعم للأندية للرقي بالدوري السعودي، بأنه يوصل إلى 10 دوريات. الدعم اللي قاعد يحصل للكرة السعودية والأندية السعودية من 2017 إلى الآن غير مسبوق. الأندية دعم لكل الأندية صحيح. اللاعبين العالميين، وزارة الرياضة قالت سيتم مثل هذا الموضوع، وحتى يعني تتوقع أن الهلال بيستطيع يروح يجيب ميسي ولا النصر بيجيب كريستيانو بجهود ذاتية. أنت أصلا عقود النصر الاستثمارية معلومة عندك. لا النصر يستطيع، لا تقدم الهلال. لا هذا الكلام مش أكبر منك، فوقك. طيب فوق برمضان أكثر من مرة. أنا برمضان ولا أبغى أقول إلا الصدق. لا في صدق يا رجال برمضان. لكن أنت لا تقدم يعني في غير رمضان ما تقول الصدق. لا رمضان وغير رمضان. اذكر أن الهلال لا يستطيع جلب ميسي، النصر يستطيع وعنده رجالات. لكن أما الكلام هذا أكبر منك، ترى كلامك هذا خثريق مع احترامي لك. طيب هذا كلامه خثريق. خلاص طيب خلينا نسمع المباراة. شوف أنا عادة ربوني هلي ما رد على مهبل. زين. أنت مهبول الحارة. أنا مسميك مهبول الحارة. أنت مهبول الحارة. لا يحترم نفسه. أنت مهبول الحارة. لو سمحت محمد. هل مهبول زي فكرة من شره. ترى جاي عقب الشوربة وعنده باور عقب شوربة اليوم. عموما شوف خليني اقول لك محمد عزيز. خل طرحنا يكون اكثر احترام شوي. انت تقول اكبر منك، لا ارد عليك. لا اكبر منك. الشوربه هذه نعمه، الشوربه هذه نعمه، ولو سمحت احترم الالفاظ. ما قلنا شيء. لا يا محمد. خالد لا انت لا تتجاوز. انت قاعد تقول لحظه لو ترجع خالد شوف اسمع عبد العزيز. لو رجعت لكلامي، الشوربه دي نفسك. لو رجعت لكلامي شوف لحظه شوي. لو رجعت لكلامي وشفت كيف كنت تتكلم وكيف هو دخل معي لما قلت أنا زين، أكيد بتجي جماهيرية، لاعب عالمي، لاعب مذا، وهذا جاي مدعوم صحيح. زين ومدعوم من الدولة، مو النصر بس، كل الأندية اللي بتجيب لاعبين دوليين كلهم مدعومين من الدولة. زين، هذا اللي طلع في موضوع وأنت سكت له، لكن على العموم بكمل كلامي. لا ما سكت. هذه حقائق. اسمع خليك. انت قلت كلام في 3 وزراء كلهم تكلموا في نفس الموضوع. لا ما تكلموا الوزراء. محمد اسمح لي ارد عليك. محمد الله خليك. ما قال جلبوا. بندر لو سمحت محمد لو سمحت. شوف المعلومة اللي انت قلتها انا خليتك تقولها زي ما راحتكم، ما رديت عليك مع انه معلومة غلط، لكن انا خليتها. اللي هو شيء انها مدعومة من الدولة. لا الوزير اسمع كلامي الله خليك. اسمح لي الله خليك. اسمع الله خليك. مدعومة 1.5 مليار من يجيب. اسمح لي الله خليك قبل سنتين. اسمح لو سمحت. ما تقدر تجيب معسكرات فريق. ايه صحيح. قبل دعم الدولة. لا النصر كان مديون اعلى دين في الكرة السعودية. مو صحيح.
147 مليون سددت الدولة. مو صحيح. وش اللي مو صحيح؟ أنت اللي كلامك مو صحيح ولا لا تتابع؟ لا يا أخوي وش الكلام ذا؟ اهدى ممكن تهدى. أنت اللي ممكن تهدى. أنت اللي ممكن تهدى. ممكن تهدى محمد. مشكلة ذي. بندر فلاح كيف تشوف مباراة النصر؟ فلاح كيف تشوف مباراة النصر والعدالة؟ خالد مين على كيفك الكلام ذا؟ خلصت أنت محمد خلنا حاجتي يا أخوي. تفضل ثاني مرة اسمع يا خالد. تفضل. أنا اللي أتكلم هم اللي قاطعوني. أنا خالد لو سمحت. أنا اللي أتكلم هم اللي قاطعوني. لو سمحت. زين. لو سمحت. وأنت جيت تقاطع معهم. لو سمحت. مين على كيفك تجي تكذب؟ لو سمحت. أنا عندي معلومة والجميع عنده معلومة. يا شباب اقطع الصوت على محمد. جاي بداعي. ابدأ الصوت على محمد. تفضل فلاح. كيفك. تفضل فلاح. كيفك. تفضل فلاح. لا خالد طيب. على كيفك. تفضل فلاح. الكلام عني. شوف أبو غانم بالنسبة لا لحظة فلاح أرجوك رجاء. سمحت. ثاني مرة تتجاوز فيها. أنا أتكلم مع المذيع أنت عندك مشكلة مع أحد. ثاني مرة تتجاوز. اطلع فاصل. اطلع فاصل. أنا كيفك هي. انخفض غطاء النباتي في المملكة العربية السعودية في ال50 سنة الماضية تقريبا إلى 70%. فكان هناك مستهدف من مستهدفات الرؤية اللي هو رفع الغطاء النباتي إلى 200% في 2030 اللي هو العودة إلى وضعنا الطبيعي اللي تم إنجازه في ال4 سنوات الماضية، أنه ارتفع الغطاء النباتي ب40%، وكان له أثر بانخفاض العواصف الرملية بنسبة 30% أو أكثر. كان له أثر كبير جدا بزيادة منسوب الأمطار في السنوات الماضية، لأنه الغطاء النباتي يزيد الأكسجين، والأكسجين يكون سحاب أو يعني يساعد من السحب المارة مع تكوين الأكسجين اللي يحدث من الغطاء النباتي، أنه يكون في منسوب مياه جيد أو أفضل من الأمطار. وهذه لاحظناها كظاهرة في السنتين الماضية بسبب رفع الغطاء النباتي 40%. تم طبعا سياسات كثيرة لتحقيق هذا الشيء، عودة كمان على مركز الحكومة. وزارة البيئة لا تستطيع أن تعمل بهذا الشيء بدون استراتيجية واضحة مع كل الجهات، فكان العمل من وزارة البيئة ووزارة الداخلية ووزارات عدة لتحقيق كل هذه المستهدفات. مثلا في الداخلية أنشئ القطاع الأمن البيئي للمحافظة على البيئة، سنة قوانين لمنع الاحتطاب، عقوبات على الاحتطاب، سنة قوانين لتنظيم الرعي وإلى آخره، في مساعدة رفع الغطاء النباتي ب 40%. مع هذه المستجدات وجدت فرص مختلفة جدا بناء على تجارب عملت في مناطق المملكة، أهمها تجارب في الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض. كان هناك استزراع أشجار برية تكلف الأشجار أقل من 70 ريال كل شجرة، وفقط تروى لل3 سنوات الأولى. أول سنة كل شهر مرة، ثاني سنة كل 3 شهور مرة، والسنة الثالثة مرتين في السنة فقط، وبعدها تستطيع أن تعيش مع الطبيعة. فهذه يعني ولدت طموح أكبر منه لو وضعنا مبلغ معين سنويا كم نستطيع أن نزرع شجرة في المملكة العربية السعودية، حتى وصلنا لمستهدف 10 مليار شجرة. طبعا البادجت هو اللي بيحكم أن هل نحققها خلال 10 أو خلال 30 سنة، لكن هذه بتغير كل الأرقام في رفع الغطاء النباتي. بدل 200% سوف ترتفع إلى أكثر من 1000% على 10 أو 30 سنة حسب ما ننتهي من بادجت 10 مليار شجرة. والمبادرات البيئية كثير جدا، سواء على مستوى الشعب، على مستوى الشواطئ، على مستوى الغابات في جنوب المملكة العربية السعودية، أو الاستزراع أو غيرها من المبادرات، أو داخل حتى المدن مثل الرياض الخضراء أو الحدائق أو غيرها. أثرها مباشر على السياحة، أثرها مباشر على جودة الحياة،
يعني إذا تبغى تستقطب رؤوس أموال، تبغى تستقطب عقول داخل المملكة العربية السعودية، وتبغى تحافظ على العقول السعودية ورؤوس أموال السعودية، يجب أن تقدم جودة حياة مميزة. واحد أعمدة جودة الحياة اللي هو البيئة. فالبيئة لها أثر مباشر على كل المستهدفات الاقتصادية اللي نعملها في السعودية: سياحة، جودة حياة، استقطاب رؤوس أموال، استقطاب عقول إلى آخره. إلى أبناء البواسل في قطاع قواتنا العسكرية كافة أقول لكم: أنتم محل من الجسد، وأنتم حماة الوطن، وأدعي كل فرد منكم قريب مني ومن محل رعايتي واهتمامي، والوطن قد جزاتكم وعلم أعمالكم. بارك الله فيكم جميعا، ونحن بصد عزيز قدرات مما يضمن بإذن الله تعالى حماية هذا الوطن وتوفير الأمن والأمان للمواطنين. في يوم تجديد العهد نأكد على تحقيق الوعد، وسعينا للوصل بين الهمة والقمة. روح الإبداع والتحدي هي طريقنا لصناعة جودة حياة، ومشوارنا ثروة تنقل ثروات، ثروة وطن تشكلت في شعب وطن طموح. والاعتزاز هو الوقود الحقيقي لمسيرة إنجاز ما لها أي حدود. كل عام وانت شامخ يا وطن. الشرط اللي موجود لدى الجهات المختصة في السعودية اليوم بأنه لا صفقة سلاح بدون محتوى بحث. العالم يتغير، مدنه صارت أكبر، تبحث عن طرق أقصر، تبتكر خيارات أسرع، والفرص لا تنتظر. لذلك رسمنا مسارات جديدة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، مسارات أبعادها الأرض والبحر والسماء، ومداها العالم بجهاته الأربع. مسارات تمد الجسور وتختصر المسافات انطلاقا من المملكة أو مرورا بها. مسارات توظف القدرات الوطنية وتقنيات النقل المستقبلية، وموقع المملكة الاستراتيجي وسط 3 قارات، وعلى تقاطع طرق التجارة والحضارة، لتكون المملكة صلة الوصل ومنصة اللوجستية تربط العالم. مسارات تدعم تحقيق التنمية التي تخدم الإنسان وتراعي بيئته وتحقق النمو وتضمن استدامته. واليوم نطلق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي استلهمناها من رؤية المملكة 2030، التي وضعتها قيادة رشيدة تقود تحولا وطنيا وتمتلك رؤية استراتيجية لا تعرف المستحيل. الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مسارات تربطنا بالمستقبل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في الجزء الأخير من حلقة الليلة. بس اسمحوا لي أذكر بالراعي الرسمي الخضير لنوادر العود، وهو الراعي لمسابقة 24 عبر حساب القناة في تويتر. كما أذكر بالمبادرة بالتعاون مع جمعية بصمة التفاؤل لمرضى سرطان الأطفال، ندعو الجميع للمساهمة فيها في هذه الأيام الفضيلة. نرجع لأخوي فلاح للموضوع آسف معليش، أبشر أعتذر. نرجع أول شيء أبارك للفائز في مسابقة أمس اللي هي 500 ريال نقدا و500 ريال قسيمة شرائية، اللي هي الحساب اللي هو ANA_DAA. ألف مبروك لصاحب هذا الحساب الفوز بالمسابقة الخضير لنوادر العود. سؤال اليوم، السؤال الأول: من هو وزير الرياضة الحالي؟ أنا ما أدري، أنا ما يحق لي أشارك ولا لا، لكن أعتقد وليد يقول ما يحق لك تشارك. السؤال مرة ثانية: من هو وزير الرياضة الحالي؟ يمكنكم المشاركة عبر حساب 24 الرياضية. المحور اللي هو مباراة النصر والعدالة، إضافة هنتكلم محورين، أعطيك محورين تمام، اللي هو إحراج في أروقة اتحاد القدم. هل أنت شايف أنه فعلا الاتحاد السعودي بدأ الآن في تجهيز لبديل لنيلارد؟ شوف، خلينا أول شيء أبو عبد العزيز أصبح على سمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة الحالي. لا كذا تغششهم أنت. طبعا يستاهلون المتابعين الحصاد الرياضي، هذا أمر. بس في يعني نقاط بسيطة ودي بس أعلق عليها. شوف، دعم الأندية لا شك أن الدولة عزها الله هي دعم متساوي للجميع، ما في نقاش. ما في نادي في السعودية لا دوري روشن ولا دوري يلو ولا دوري ثاني ولا ثالث ربع إلا ما دعم من الدولة عزها الله بقيادة سيدي سمو ولي العهد، وأيضا وزارة الرياضة وسمو الأمير عبد العزيز بن تركي. لكن موضوع كريستيانو تحديدا هنالك قويل، أنا ما ودي نحن يعني ندخل فيه بعض المناكفات لأسباب. أول حاجة، اللاعب طبعا الرقم اللي ذكره أبو فارس أنا ما أدري، لأنه ما ذكر نهائيا كم الرقم، مليار ونص، هو قال مليار ونص، أنا ما أدري من وين جاب المعلومة ذي، لأنه لم يذكر نهائيا هل هو مليار، هل هو 200 مليون، هل هو 200، الله أعلم. أغلب ما ذكر في الصحف العالمية تقريبا 800 أو 880 مليون، يعني ما وصل حتى المليار. ولكن سمو رئيس مجلس إدارة نادي النصر لما يخرج بنفسه ويتحدث يقول أن إحنا جلبنا بدعم من أعضاء الشرف والرعاة الشركاء. إذا هنا ينتهي الحديث لحد ما يطلع شيء ينفيه. الشيء الآخر، سمو وزير الرياضة، بعض الزملاء أحيانا يقحمون حديث سمو وزير الرياضة في هذا الموضوع. سمو وزير الرياضة لما سئل في CNN قبل ما يجي كريستيانو قال يعني ما أعلم عنه شيء. الأستاذ ياسر المسحن نفس الحكاية، لما تحدث عنه لا يعلم عنه أي شيء. حتى تغريدة سمو وزير الرياضة اللي ذكرها أو اللي غرد فيها ترحيبا بكريستيانو، هذا أوكي، هو ذكر بأن إحنا سندعم بقية أنديتنا، بس لم يذكر بأن نادي النصر تم دعمه في هذه الصفقة. هذا يعطيني إيحاء بأن نادي النصر حيحصل على دعم زي ما بيحصل الهلال، الشباب، الاتحاد، اللي حتحصل الآن في استراتيجية جديدة أعلن عنها وزير الرياضة قبل أسبوعين تقريبا، فيها دعم جديد لإحضار لاعبين عالميين. نادي النصر سيكون واحد منهم، لأن صفقة كريستيانو حسب الحديث اللي ظهرت لنا قبل الدعم. لو أخذناها بهذا الجانب، طيب الأستاذ فهد بن نافر رئيس مجلس إدارة الهلال ذكر بأن فاوض الهلال كريستيانو في الصيف. هل معناته أن فهد بن نافل كان عنده دعم مثلا سابق بهذا الطرح؟ ما نقدر نقول هذا الشيء، ما نقدر نجزم بهذا الشيء إذا كان مثل البعض يستغرب إحضاره لنادي النصر. عموما الآلية في هذا الجانب واضح في الدعم الحكومي لجميع الأندية واضح، يعني يجب أن احنا ما ندخل فيها متات. في النهاية اللاعبين اللي هيحضرون حيمثلون أنديتنا، حيمثلون بلدنا، حيمثلون دورينا، وكلها إضافة وكلها بخير الله سبحانه وتعالى. في النهاية ترجع بخير الله سبحانه وتعالى ثم خير رجالات هذا البلد، بدعم من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد ووزير الرياضة وأعضاء ذهبيين في الأندية. فهذا موضوع أتمنى نغلقه. نجي لموضوع مباراة النصر والعدالة. شوف، أول شيء للأمانة من سوء حظ النصر أنه الفريق الوحيد في دوري روشن اللي حيلعب 3 مباريات كلها خارج أرضه. صحيح. كلها خارج أرضه.
حيلعب العدالة في الحسا، حيلعب الفيحة في المجمعة، حيلعب مباراة الهلال على أرض الهلال. إذا 3 مباريات خارج أرضه. لكن لاعبي نادي النصر ومدرب نادي النصر لو دخلوا المباراة العدالة باستهانة بهذا الفريق أو عدم إعطاء الاهتمام الكافي، أعتقد النصر بيواجه صعوبة كبيرة جدا. صحيح شفنا النصر ما أكتمل إلى الآن، ترى النصر يمكن الفريق الوحيد اللي لم يكتمل من بداية الموسم إلى هذه اللحظة، ما في مباراة اكتمل فيها. بالعكس الإصابات ضربت أهم العناصر، عمود الفقري، تتكلم عن الحارس سبينا، تتكلم عن الفارو، تتكلم عن كونان، تتكلم عن تاليسكا، تتكلم حتى عن جوستافو، تتكلم عن بيتي، يعني كل العناصر الأساسية اللي موجودة في الفريق وحتى بعض الاحتياطيين ضرب آخرهم وليس آخر نواف العقيدي. لكن قدر الفرق الكبيرة أنها تتعامل. أعطاني نواف ما راح يلعب مباراة، ما أتوقع أنا على الخبر اللي نشر، ما أعتقد لسبب، لأنه وطبعا حسب ما ذكر في وسائل الإعلام أن اللاعب يأخذ إبرة بسبب موجود موضوع في العمود الفقري مجدول عليه مسبقا، لكن المدة الزمنية يقول لك يحتاج من 2 إلى 3 أسابيع. ما أعتقد أنه يعني في مجدول هو يصيب في المنتخب. لا مش الإصابة، مش إصابة في المنتخب، هو عنده هو بعد في المنتخب بناء على قرار المنتخب. أوكي هو اللاعب حسب ما ذكر في وسائل الإعلام أو حسب ما عرفت أيضا عنده إصابة قديمة ويأخذ لها إبرة مثلا كل شهر إبرة، فجاء توقيتها مع معسكر المنتخب. يعني كان بإصابة إذا كان بإصابة أخرى ما أدري عنها بصراحة، لكن أتكلم عن الإبرة اللي أخذها الكابتن نواف قبل أيام قليلة، هذه مجدولة له مسبقا ببرنامج طبي سابق. فما أعتقد، أنا أشك أنه يشارك مباراة العدالة، وأتمنى حقيقة من السيد غارسيا إذا كان نواف العقيدي مش جاهز 100% وأعطاه الطبيب الأخضر ما يغامر فيه. أنت في النهاية عندك حارس أجنبي صحيح ما شارك كثير، ولكن أعطيه فرصة. أنا ما أعتقد أنه إن شاء الله بيكون سيء لهالدرجة. إذا نواف العقيدي ما هو بجاهز لازم تعطيه فرصة لروسي في المباراة الجاية، وتخلي نواف لحد ما يكون جاهز حتى لا نخسره ولا نخسر أي نجم آخر. شوف لما نتحدث مثلا أبو عبد العزيز عن موضوع التذاكر، شوف الحقيقة الموسم هذا وجود كريستيانو رونالدو في النصر أضاف، تعرف زجاجة العطر لما تكون ماركة سواء من شانيل، ديور، غوتشي، هذه مباريات النصر الآن أصبحت أشبه براند عطر جميل، خصوصا هذا الموسم مع وجود لاعب بحجم كريستيانو رونالدو. قبل يومين شفنا في السوشيال ميديا قناة سبورت الإيطالية تسوي ملخص أو خلينا نقول لك دعاية لمباراة النصر والعدالة. أمر جميل جدا، يعني تخيل الآن 138 قناة عالمية كلها الآن تتحدث عن النصر وعن كريستيانو وعن الدوري السعودي. نادي النصر لكن في الملعب معليش اسمع لي، في الملعب المتابع ما يشوف الانعكاس هذا الزخم الإعلامي اللي موجود، ما يشوفه في الملعب. شلون؟ اللاعبين النصر إلى الآن الفريق لا احنا نتحدث الآن عن الحضور، أتكلم عن المباراة، بجايك في المباراة، بس أنا بقول لك شغلة، أنت تتكلم الآن عن 138 قناة عالمية، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جلب نادي النصر ورجالاته لكريستيانو رونالدو. أصبح الدوري السعودي الآن، شوف لا معليش أبو عبد العزيز، ترى هذه نقطة مهمة. تتكلم الآن العالم ما له حديث، روح شوف التقارير اللي تجي في الصين، ما عندي وقت في والله. اليابان، في البرازيل، في أوروبا، كلهم يتكلمون نادي النصر كريستيانو رونالدو. الآن شوف نفاذ التذاكر، لأن موضوع نفاذ التذاكر أمر طبيعي، الغير طبيعي أنها ما تنفذ التذاكر. بالعكس أنا أحيي إدارة العدالة اللي كانت إدارة ذكية في هذا الجانب، وضعت السعر حسب ما هو ذكر في التقرير، أعتقد ما بين 10 ريال إلى 500 ريال. هنا الذكاء، هنا تستطيع أنك تضمن أول شيء أعطيت الناس فرصة. فكر تسويقي قصدك؟ طبعا فكر تسويقي رائع جدا، حتضمن المليون يستاهل نادي العدالة، حتضمن أيضا دخل المباراة. يعني بصراحة ضربة معلم لإدارة وهذه رسالة بقية الأندية، خصوصا المباريات اللي يكون فيها طرفها في نادي النصر. طبيعي جدا الأندية حتستفيد من مداخلها. فالفضل نادي النصر هذا الموسم بوجود كريستيانو، ترى على الأندية كلها. في أندية الآن أصبح نادي النصر راعي الرسمي لها في حتى أندية كبيرة، يعني مش أندية صغيرة. عموما مدرب المنتخب. طيب بس في نقطة بس ودي أقولها، ترى أبو عبد الله ذكر نقطة مهمة. الهلال ذكر أن عنده فرصة إنه اللي يخفض الضغوط. أنا أقول الهلال هذا الموسم محظوظ جدا. ليش محظوظ؟ الظروف خدمته بترشيحه لكأس العالم الأندية وهو كان خارج الحسبة، زين راح وحقق فيها نتائج كويسة. الآن الظروف تخدمه متى؟ في الدوري، عنده مباراة، شوف الظروف كيف قدمت مباراة النصر، حطت يوم 27، يعني لو فاز الهلال في هالمباراة حيصير أفضل تجهيز له. طيب خلينا نقول خسر بإذن الله خسر مثل مباراة الديربي، زين بإذن الله عادي ما في. ما قلت لا ايش فيك؟ خلينا نقول خسر مباراة النصر، عنده فرصة مباراة الاتحاد.
طيب خسر مباراة الاتحاد وأنا أستبعد هذا الأمر، عنده فرصة مباراة أوراوا، فالظروف تخدم الهلال هذا الموسم إنه يرجع. نجي موضوع مدرب المنتخب. شوف دقيقة. طيب أبشر. شوف الآن الاتحاد السعودي لكرة القدم عليه أن يبحث عن مدرب يحترم العقود ويحترم الكرة السعودية ويحترم رياضتنا. ما يجيب مدرب والله أوقع معه 5 سنين مثل ما حصل مع رينارد ويمشي. البعض يقول هذا عقد، نعم عقد، ولكن ما السعودي ايا كان المدرب ان شاء الله انه يكون مدرب يليق باسم الكره السعوديه. وان لم يحدث عندنا مدرب عالمي اللي هو الكابتن سعد الشيري ابن الوطن البار، وباذن الله انه يقود المنتخب سواء في الفتره الجايه او حتى في الفترات القادمه محمد. باذن الله تعالى. كيف تشوف المدرب المنتخب القادم اضافه لمباراه النصر والعداله؟ مباراه والله انا ما عندي كلام اقوله. اوكي بندر. والله أنا أشوف أن الفترة حاليا نحتاج مدرب يكون على قدرات عالية من المدربين المميزين. دائما نحظى نتكلم عن ال5 سنوات أو ال7 سنوات أو 8 سنوات قدوم دائما مدربين كبار يقودون المنتخب السعودي. أنا كنت أتمنى أن يقود أحد المدربين الوطنيين لتعزيز ثقافة المدرب الوطني لدينا. هل المدرب الوطني جاهز الآن؟ أنا أتوقع سعد الشهري محقق إنجازات. ما جاهز يقود الفريق الأول. حقق إنجازات كثيرة مع المنتخب السعودي. لما نتكلم عن أغلب اللاعبين الآن مدربهم سعد الشهري زي ما تفضل أخوي فلاح. فلذلك أنا أتمنى من سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز أنه يعطى الفرصة الكابتن يعني يدعم هذه المبادرة. أنا عارف أنه اختيار الاتحاد السعودي. أنا أقول أتمنى الدعم لأبناء هذا الوطن من القيادة العليا، كما أن الدولة حفظ الله تدعم الأندية كلها بسواسية دعم مادي كبير. أتمنى أن يدعم أبناء الوطن وأنه يكون سعد الشهري. فيه جانب آخر بعلق عليه. اليوم أحد أشهر الصحفيين البرازيليين والله اسمه ريان أو كذا سوى تقرير جدا جميل يقول لك قميص النصر عليه إقبال كبير في البرازيل وأصبح هوس لدى المشجعين البرازيليين. هذا بالنسبة بالشيء يذكر البراند. موضوع المدرب أنا أتكلم خلصنا من موضوع المدرب. أنا أتكلم عن أخوي فلاح ذكر براند والعطر وكذا والأشياء الجميلة. أنا أقول لك اليوم هذا تقرير لأحد الصحفيين البرازيليين شيء يذكر أبو عبد العزيز وأيضا تقرير جميل. وهذا يدل على أن دورينا أصبح من أفضل الدوريات في العالم. بإذن الله يكون أفضل من كذا برضه. عبد الكريم كيف تشوف الحراك الاتحاد السعودي لجلب مدرب للمنتخب الأول؟ طيب. وهل أنت مؤيد لأنه يكون مدرب وطني؟ طيب قبل هالمحور بس أنا أشوف الأخوان يتغنون بالتقارير الخارجية الآن، تقارير قنوات وتقديم لمباريات النصر وتقارير تتحدث عن مبيعات القمصان النصر بوجود كريستيانو. بس أنا حاب أذكرهم بتقرير الماركة الإسبانية، صحيفة رياضية عالمية معروفة، هي من نشر تفاصيل صفقة كريستيانو رونالدو. وأتوقع صحيفة بهذا الحجم لن تغامر بسمعتها وتنشر تقرير كاذب. هي ذكرت أنه طبعا النصر تعاقد مع كريستيانو 2.5 سنين، السنة الواحدة 200 مليون يورو، يعني 500 مليون يورو. كلام أبو فارس صحيح، تقريبا مليار و200، ما بين مليار و200 إلى مليار ونصف ريال سعودي. فصفقة ضخمة جدا. الأمر الآخر أبو يزيد يتكلم قبل شوي وعطر شانيل والنصر وكريستيانو. الاتحاد طلعك من السوبر بدهن عود. الاتحاد أخذ صدارة الدوري بوجود كريستيانو وانتصر واخرج النصر من السوبر بوجود كريستيانو. يعني شوف الاتحاد يعني حتى ما عنده ذيك الصفقة العالمية، لكن يبقى شوف الفريق نفسه. أنا كان لي مقصد قبل شوي جميل جدا أن الفريق يكتسب هيبته ببطولاته بقيمته الفنية مش بصفقة لاعب. لذلك هنا الأهمية بالضبط، هنا الأهمية بالذات أنك بالفعل تكون تعتمد على هيبتك في الملعب بتاريخك ببطولاتك. هل أنت بالفعل في كل موسم منافس؟ إذا أنت تأخذها بهالشكل دقيقة بس لا بياخذها الفيحة أخذها من كأس الملك 100 بريل 100 الفيحة. طيب يا عبد الكريم ما قطعك عبد فلاح.
تفضل عبدين. طيب انا بس حبيت اوصل من المعلومه هذه. الامر الاخر طبعا ما بين طبعا اقرب بطوله للمنتخب السعودي هي اقرب تجمع شهر 6 وكاس اسيا اعتقد في يناير في يناير 2024. لا في 23 2023 في نهاية 23 يعني كم شهر باقي؟ في ديسمبر باقي 7 شهور تقريبا. 7 شهور انا اعتقد انها مده كافيه ان الاتحاد حتى الاتحاد السعودي لكرة القدم لا يستعجل في التعاقد مع مدرب، التعاقد مع اي مدرب. لا اتمنى حقيقه ان يكون انا من الناس او كثير من زملائي حتى صفقة أو تعاقد مع هيرفي رينارد في بدايتها كانت جميلة جدا، وبالعكس إلى أن رحل هذا المدرب وأنا لا زلت أقول من أفضل المدربين اللي مروا على المنتخب السعودي. أنا أشوف أن هذا المدرب قدم حقيقة تجربة جميلة جدا مع المنتخب السعودي، وما تمنيته حقيقة أن يذهب، تمنيته على أقل. أتمنى حقيقة الاتحاد السعودي لا يستعجل أن يكون ولا يكون التركيز فقط على والله اسم عالمي اسم لامع، لا أن يكون فعلا مدرب ينسجم ومتناسب مع مهارات اللاعبين السعوديين، وأن يكون لديه الخبرة حقيقة في مثل هالمنتخبات هذه. شاهدنا هيرفي رينارد بعد تجربته كانت ناجحة جدا مع منتخب المغرب، وكيف استطاع منتخب المغرب العودة لكأس العالم بعد 20 سنة غياب في 2018. فكان أيضا مع منتخبات أفريقيا واستطاع انتصار مع منتخبات أفريقية بكأس الأمم الأفريقية، فكان له تجربة جميلة جدا مع مثل هالمنتخبات اللي هو هيك. فأتمنى مثل هالمدربين مثل هالكاريزما هذه مثل هالقدرات الفنية هذه أن يكون عليها التركيز حقيقة في المفاوضات القادمة. الاتحاد والنصر صراع بين القمة، يعني ليس صراع، يعني لم يقتصر صراع النصر والاتحاد فقط على ترتيب الدوري، حتى الهدافين لاعبين النصر والاتحاد أو الاتحاد والنصر يتصارعون أيضا على تحقيق الهدفين. حمد الله الآن يتصدر هدافين الدوري ب 16 هدف، ويليه كريستيانو تاليسكا ب 15 هدف. الاتحاد السعودي نادي الاتحاد يتزعم ترتيب الدوري ب 50 نقطة، يليه النصر ب حمد الله 15 14 تاليسكا 14 الآن إيجالو، أنا قلت 16 هو 15. شكرا على التوضيح. الاتحاد 50 نقطة، النصر 49 نقطة. فالتنافس الآن على أشده بين النصر والاتحاد، كلاهما ينتظر تعثر الآخر حتى يعني ينفرد بالصدارة ويلعب المباريات اللي بعدها أريحية. ولكن أنا أقول هناك فريقين متربصين بالمتقدمين وراح يكونوا فريقين سهلين. معنا اتصال الدكتور عادل مرضي. صباح الخير دكتور. مرحبا أخوي خالد، يا مرحبا، حييك حي الأساتذة الكرام الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. كيف تشوف التنافس الاتحادي النصراوي سواء في الدوري أو حتى في الهدافين؟ والله حتى الآن دكتور إذا سمحت لي، لأنه والله ما عندي وقت. الهلال دخل بقوة الآن بعد فوزه في المباراة اليوم، وحتى على الصدارة قالوا دخل بقوة. الاتحاد يمر بفترة ذهبية الأيام، خصوصا بعد استيفاء شروط الرخصة الآسيوية والعودة لآسيا بعد غياب 3 سنوات. أيضا جمهور الاتحاد الآن يعني اشترى 20,000 تذكرة في يوم واحد، متوقع أن يتعدى 40 أو 50,000 وأن يتجاوز حاجز 400,000 مشجع. الاتحاد يجهز تيفو رمضان كريم، يعني الجمهور قدم أكثر من 15 تيفو في ملعب الجوهرة بكل إبداع وجمال وتألق. أيضا جوائز شهر مارس سيطر عليها الاتحادين، أفضل مدرب، أفضل حارس، أفضل لاعب كورنادو. صحيح. نونو سانتو ربان ماهر يقود السفينة باقتدار. عندما حصل على جائزة أفضل مدرب نسب الفضل للاعبين، طلب أن يوجه الشكر للاعبين وليس له. يعني ميزة المدرب العالمي هو التواضع، أنه ينسب الفضل لغيره ويتقبل أخطائهم ويصلحها. نقطة مهمة، يعني نونو سانتو الآن يقوم بعملين وليس عمل واحد. الآن نونو سانتو قام بضم 14 لاعب شاب للفريق الأول، مثل المنهالي، الصحفي، البحار، واستغنى عن اللاعبين المتواضعين مثل زياد الصحفي. الآن قام بضم اللاعب طلال حاجي 16 سنة، ضمه من الناشئين إلى الفريق الأول مباشرة. يعني مدرب عظيم استثنائي لديه مشروع بناء جيل وتحقيق البطولات في نفس الوقت. يعني يبني المستقبل ويعطي المجال للمواهب السابقة وفي نفس الوقت يحقق البطولات. على المستوى الدفاع والهجوم، على مستوى الدفاع الاتحاد بالأرقام، أنا بعطيك أرقام. الاتحاد يملك بالأرقام أفضل مدافعين في الدوري،
حجازي أعلى لاعب كسبا للالتحامات ب70%. أيضا المثير والجدير بالذكر أن شراحيلي بالأرقام يتفوق على جانج وألفارو. يعني مقارنة بين الثلاثة لعبوا تقريبا نفس عدد المباريات، تقريبا 14 مباراة. افتكاك شراحيلي 20 مرة وجانج 7 مرات وألفارو 14 مرة. تخليص الكرة بالراس شراحيلي 24 مرة وجانج 11 مرة وألفارو 20 مرة. تخليص الكرة بالقدم شراحيلي 57 مرة وجانج 33 مرة وألفارو 45 مرة. هذا يعني أن أرقام شراحيلي أفضل من جانج مرتين، وهذا يكشف عن تدني مستوى جانج الكبير هذا الموسم وتطور مستوى شراحيلي المبهر بالأرقام. طيب الدكتور، أنت شايف أن الاتحاد حيكمل لنهاية الدوري بالصدارة؟ والله أو ترى صعوبة أن النصر يستطيع اللحاق به؟ لا، شوف الآن الفرق بين الاتحاد والنصر نقطة واحدة، يعني لا تذكر. لا، أنا أتكلم عن 9 جولات القادمة يا دكتور. نعم، أتكلم عن 9 جولات القادمة. ال9 جولات القادمة صعب للثلاث الأندية صعب الجولات، ولكن ما يفرق الاتحاد أنه يملك أفضل مدرب في الدوري. هذا أفضل مدرب الدوري دائما يغير النتائج بين الشوطين لمصلحته. ودياز صديقي دياز أيضا دياز، ولكن هذا الموسم يتميز. يعني أنت لما تيجي الجولات 21 جولة ما يدخل فيك إلا 7 أهداف وقادر على أنك تحقق نتائج إيجابية وتتصدر ب50. الهلال الآن لو فاز في المباراة المؤجلة يصبح 45. إذا الفرق بين دياز ونونو سانتو 5 نقاط لصالح نونو سانتو. طيب يفوز في مباراته على المواجهة يصير نقطتين. برضو النقطتين هذه لصالح الاتحاد أيضا. الهلال أي تعثر لصالح الهلال في المباريات القادمة سيؤثر عليه، ولا يعتقد أن الهلال أن الاتحاد سيكون سهل. نقطة أخيرة بقولها بس ختم فيها بسرعة دكتور تكفى. أن في مقولة يرددها الأهلاويين بعد أن حقق فريقهم دوري السلة، أن الأهلي أول فريق يجمع بطولات الدوري في جميع الألعاب، وهذه مغالطة وتشويه للتاريخ. الاتحاد قبل أكثر من 20 سنة جمع بطولات الدوري في القدم والسلة والطائرة واليد والسباحة. حقق أول بطولة دوري عام 78 قبل الأهلي نفسه، بطولة الطائرة 81، بطولة القدم 82، السلة 96 حققها 16 مرة. الاتحاد حقق بطولة الدوري في كل الألعاب، بل أكثر من ذلك، حقق بطولة الدوري في 11 لعبة مختلفة. هو زعيم الدوريات في كل الألعاب، وزعيم الدوري في 11 لعبة مختلفة في القدم والسلة والطائرة واليد والماء وتنس الطاولة والجمباز والسباحة والتنس الأرضي وألعاب القوى، وأخيرا الألعاب الإلكترونية. طيب بل إنه أكثر من ذلك لديه دوريات آسيوية وعربية، دوري أبطال آسيا مرتين ودوري أبطال العرب. الوحيد في آسيا الذي حقق بطولات آسيوية في القدم والسلة وكرة الماء وتنس الطاولة. ممتاز. فالأرقام تثبت أن الاتحاد الأفضل في كل شيء. أنا أشكرك يا دكتور على المداخلة المميزة. شباب عاد دقيقة لو سمحتوا. فلاح. إيه بس شوف، أنا كنت بس طبعا الدكتور عادل أعطانا معلومات جديدة. إذا الاتحاد أنا أعتقد هو الزعيم بحسب إحصائيات الدكتور عادل المرضي، وأنا أثق في هذا الرجل. بالنسبة شوف السيد هيرفي رينالد، عندي بس نقطة بقولها. لا ثواني بس. أنا أعتقد أن خلاص لو سمحت نلتزم في المحور. لا أعطيني المحور. النصر والاتحاد تنافس النصر والاتحاد والهدافين. النصر والاتحاد مش فقط اللي حيتنافسوا على الدوري، في باقي عندهم الهلال والشباب. أنا أعتقد أن التنافس سيظل إلى آخر جولة بصراحة، إلى آخر جولة، أو حتى يمكن الجولة يعني يا الجولة الأخيرة يا قبل الأخيرة حتستمر بين النصر والاتحاد، وممكن الهلال أو الشباب واحد منهم، لأن الفائز منهم أو الخاسر منهم حيبتعد عن المنافسة. نجي لموضوع الهدافين. شوف أنا أقول من حسن حظ الهدافين الدوري إن كريستيانو رونالدو ما جلى في الفترة الشتوية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خلال يمكن 4 أو 5 مباريات 9 أهداف. تخيل لو هو موجود من بداية الدوري. غير ذلك أنا أشوف الكابتن عبد الرزاق حمد الله ما استغل الفرصة اللي أيضا أتيحت له بغياب تاليسكا لأكثر من 4 مباريات تقريبا. فلذلك التنافس سيظل بين تاليسكا وبين حمد الله وبين إيغالو وبين كريستيانو. في النهاية أنا توقعي أعتقد ربما صاروخ ماديرا يحطم الأرقام اللي لجميع المهدفين. هذا توقع شخصي. محمد تفضل بندر. شوف أنا أول شيء أتكلم عن صدارة الهدافين. أنا أتوقع تكون بين تاليسكا وكريستيانو وإيغالو. استبعد أنا حمد الله.
على صدارة الهدافين. بالنسبة للتنافس الاتحاد النصراوي هذا أمر طبيعي. الآن اللي نشوفه يعتبر هذا الدوري من أقوى الدوريات، نشوف التنافس على شده، يعني فرق نقطة بين المتصدر والوصيف، لا سيما أن النصر في بداية الدوري كان المتصدر إلى ما قبل مباراة الاتحاد والنصر الأخيرة. ما أعطى النصر إلا فريقين في صدارة مؤقتة اللي هم الاتحاد والشباب، اللي كانت في الجولة 13 أو 12 كانت صدارة مؤقتة، والآن الصدارة تعود للاتحاد بفرق نقطة عن النصر. أتوقع أننا بنشوف تنافس كبير جدا في المرحلة القادمة، لا سيما أن هناك لقاءات تجمع، نتكلم الهلال والاتحاد، نتكلم الهلال والشباب، نتكلم الديربي النصر الهلال، فلذلك التنافس سوف يكون إلى آخر جولة في دوري روشن هذا الموسم. أنت ترشح من بكلمتين؟ أرشح من نهاية الدوري هداف من ولا البطل؟ ما في شك، أنا أرشح النصر. الهداف أنا أرشح تلسكا. بالنسبة عبد الكريم، بالنسبة عبد العزيز أنا في لا خلاص أنا بس ما عندي وقت والله. لا ثانية، أخوي عبد الكريم ذكر إن محمد ما في والله. لا بس لا سمح بندر عبد الكريم. شوف أنت كمقارنة بين الفريقين، يعني فريق مرصع بالنجوم وأبواب الصفقات والانتقالات والتعاقدات مفتوحة له، وما بين فريق محروم من الصفقات فترتين، فأنا أعتقد أنه الاتحاد استطاع حقيقة كسب الجولة سواء بفترة واحدة، فاستطاع الجولة اللي فترة الشتوية، فاستطاع أنه خطف الإعجاب حقيقة، خطف الإعجاب مش فقط في مباراة أو مباراتين. هذا الفريق حقيقة هذا الموسم اختلف. أنت تتكلم عن قروهي في حراسة المرمى، تتكلم عن عمود فقري ذهبي حقيقة في هذا الفريق في خلال هذا الموسم، قروهي في حراسة المرمى، حجازي، تتكلم عن كورنادو، تتكلم عن ريكي، تتكلم عن كوستا، تتكلم عن روما، تتكلم عن حمد الله. فأنا أعتقد الفريق في هذا الموسم والله لو حتى نافس على مستوى القارة أو لعب على مستوى القارة سيحقق نتائج رهيبة. الفريق اليوم اللي يتكلم عنه الاتحاد استطاع بالفعل كسب الرهان أمام النصر، وبما أن المحور ما بين النصر والاتحاد كسب الرهان أكثر من مرة الاتحاد، وبوجود كريستيانو رونالدو في كأس السوبر وأيضا في خطف الصدارة، نعم خطف الصدارة من النصر وانتزاع الصدارة من النصر. فلذلك أنا أشوف الاتحاد صراحة كسب الجولة. في ناحية الهدافين حمد الله لا زال حقيقة يثبت دائما أنه دائما حاضر. شاهدنا قيمة اللاعب وتهديفه حقيقة مع فريقه السابق النصر، اليوم نشاهده مع الاتحاد. فلذلك احنا موعودين حقيقة بمنافسة قوية وشرسة في الموسم المقبل، خصوصا بعد اقتحام اليوم إيقالوا أيضا لهذه القائمة. أنا أقول الدوري السعودي ما زال إلى الآن في جعبة الكثير، في مباريات ونتائج حتكون مبهرة للجميع، وحيكون متابعة طبعا مباريات تستحق المتابعة. الهدافين والدوري لن تحسم في الجولات الأخيرة. أنا في الأخير أشكر ضيوفي وضيوفكم بندر الدبيخي، محمد الذايدي، فلاح القحطاني، وعبد الكريم الحمد، ولا أنسى أن أذكر بالراعي الرسمي الخضير لنوادي الوعود وراعي مسابقة قناة 24 على حساب القناة في تويتر، وأذكر بالدعم المبادرة التي أطلقتها قناة 24 مع جمعية تفاؤل لمرضى السرطان. في الختام أنا أشكر الجميع ونلتقي على خير. فأمان الله. جميع الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل القناة، بل تعكس حصرا وجهات نظر أصحاب هذه الآراء من الضيوف أو المحللين، ولكل من ورد اسمه تصريحا أو تلميحا الحق في الرد أو إبداء وجهة نظره بالاتصال المباشر بالقناة.